اول حاجه تعالى مع بعض نبدا نراجع الجزء بتاع المره اللي فاتت. هو المره اللي فاتت انا كنت بشرح حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ المومنتم ايكويشن، صح؟ كنت جيت قلت لك يا باشمهندس ان كلمه المومنتم ايكويشن انت عايز تعرف قوه دفع الفلويد على اي سوليد بادي او على اي حاجه بقى. قال لك يا باشمهندس انت وصلت للقانون اللي كان بيقول لك ان سيجما الفورس كانت بتساوي، قال لك الايه؟ قال لك الريت اوف التشينج اوف ايه؟ اوف مومنتم. تعالى راجع معايا معلش. قال لك هو الريت اوف التشينج اوف مومنتم، ووصلنا للاخر. مش هينفع كده. لا انا عايز بشرة خير. انا عايز بشرة خير. يا جماعه لازم كلنا ننزل ننتخب ولازم كلنا نشجع. بالظبط كده. ركز بقى معايا، ركز معايا. طيب الريت اوف تشينج اوف مومنتم، وجينا بدانا نثبت القانون دوت. قلت لك يا باشمهندس بدات اول حاجه اشرح لك يعني ايه كلمه مومنتم، يعني قوه دفع. بعد كده يعني ايه كلمه تشينج، يعني الدلتا. وبعد كده يعني ايه كلمه ريت، يعني دي بير دي تي، صح كده؟ وقلت لك في الاخر يا باشمهندس وصلت للايكويشن اللي بتقول لك ان سيجما الفورس بتساوي الرو في الكيو في الدلتا مين؟ قال لك الدلتا فيلوستي. قال لك يا باشمهندس دلتا فيلوستي معناها فيلوستي ناقص فيلوستي. والله يا باشمهندس لو انت عاوز قوه تاثير الفلويد على البليت فهي تبقى فيلوستي ان ناقص اوت. طب لو انت عاوز رد فعل البليت على الفلويد هتبقى اوت ناقص ايه؟ هتبقى اوت ناقص ان. بعد كده يا باشمهندس بدات اشرح لك اول ابلكيشن عندي، وهو كان الابلكيشن بتاع الفري جيت. الجيت بتاعي اللي هو بيطلع ميه كده، وقال لك بيبدا ياثر على بليت. البليت دوت هو بليت، اولا هو فلات بليت، يعني بليت واقف، صح كده؟ قال لك يا باشمهندس كان عندي 3 حالات للبليت الواقف. اول حاجه يا اما يبقى فيكسد بليت، يا اما يبقى موفينج بليت، يا اما يبقى سيريس اوف ايه؟ اوف بليتس. فاكر الكلام دوت؟ طيب باشمهندس جينا قلنا في حاله الفلات بليت ولكن فيكسد، كانت الايكويشن بتقول ايه؟ بيقول لك والله سيجما الفورس كانت بتساوي ايه؟ قال لك رو في الكيو في في ناقص في، صح؟ هنعملها في ان ناقص في اوت. الفي ان بكام؟ قال لك هو الفيلوسيتي بتاعت الجيت. باشمهندس انت بتعمل زومنج ان، بتعمل كده زوم على الحته دي كده، وتقول والله انا في الحته دي عندي فيلوسيتي داخله وعندي فيلوسيتي خارجه، صح؟ قال لك الفيلوسيتي الداخله دي هي الفي جيت، فالفي ان بتاعتي هي الفي جيت ناقص الفي اوت. قال لك يا باشمهندس بالراحه، انت بتلعب على انهي اتجاه؟ قال لك انا دلوقتي عايز سيجما الفورس اباوت الاكس اكسيز. قال لك هل في فيلوسيتي خارجه في الاكس؟ قال لك لا، معنى كده انها زيرو، شكرا. وكنت جيت قلت لك يا باشمهندس الكيو دي اف ايه؟ قال لك هي الاريا بتاعت الجيت في الفيلوسيتي بتاع مين؟ الجيت، شكرا. طيب باشمهندس لو الفيكسد بليت بتاعي، لا مش فيكسد بليت، الفلات بليت بتاعي بدا يتحرك. قال لك لو الفلات بليت بتاعك بدا يتحرك بفيلوسيتي اسمها في بليت، قال لك ساعتها يا باشمهندس السيجما فورس بتساوي ايه؟ سيجما الفورس بالظبط بقى تساوي الرو في الكيو، وهنبدا نقف نقول هو الفي ان بكام؟ والفي اوت بكام؟ انت مقتنع ان الفي اوت بزيرو؟ مقتنع ولا مش مقتنع؟ هل في فيلوسيتي في اتجاه الاكس خارجه؟ لا. الفي ان بقى قال لك والله الفي ان هي عباره عن الفي ريلاتيف الفيلوسيتي ريلاتيف. قال لك يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني هكتب هنا فيلوسيتي ريلاتيف ناقص زيرو. كلمه فيلوسيتي ريلاتيف دي يا باشمهندس يعني والله الفي جيت ناقص الفي ايه؟ بليت. قال لك والله انت الجيت بتاعك بيطلع ميه، عاوز يلحق البليت وهو بيتحرك. طب هيضربه بايه؟ الكيو بتاعته اللي هتضرب الميه لما تيجي تضرب البليت هتضربها بايه؟ يعني الكيو دي هشيلها واحط ايه؟ اولا اريا جيت دي ما فيهاش اعتراض. في الفيلوسيتي ايه؟ ريلاتيف. في الفيلوسيتي ريلاتيف دي الفيلوسيتي اللي هتبدا تضرب البليت. في مشكله؟ الكلام دوت قلته المره اللي فاتت وحليت عليه. طيب باشمهندس لو انا عندي سيريس اوف فلات بليتس كده، جزء كده في كميه فلات بليتس كده، قلت لك يا باشمهندس ساعتها السيجما فورس بتساوي ايه؟ والله يا باشمهندس انا عندي مش هقول اي حاجه غير رو في الكيو في الفي ناقص الفي. الفي اوت بكام؟ الفي اوت
اوت بالظبط اهي. طب الفي ان ريلاتيف صح، لان انت عندك هنا فيلوسيتي بليت اهي، وعندك هنا فيلوسيتي جيت. فوالله يا باشمهندس هنا انا هعمل فيلوسيتي ريلاتيف اللي هي فيلوسيتي جيت ناقص فيلوسيتي بليت. طيب باشمهندس الكيو دي، قال لك الكيو دي يا باشمهندس بص، الكيو دي هتبقى الاريا بتاع الجيت في الفيلوسيتي بتاع مين؟ الجيت برضه. يبقى في حاله السيريس اوف بليتس يا باشمهندس البليت بتاعي بيتحرك، وبالرغم من كده انا بعمل الكيو بتاعتي اريا جيت في فيلوسيتي مين؟ الجيت. في مشكله؟ خالص؟ اللي عنده مشكله يقول. طيب باشمهندس لو انا عايز اجيب حاجه اسمها الافشنسي، الكفاءه، قال لك يا الباور على الباور. طب تعالى بقى نجيب كل باور. قال لك تعالى نجيب الباور ولكن لحاله الاوتبوت. قال لك الباور اللي خارج، ما دام باور خارج فانا هلعب على الفيلوسيتي الفورس في الفيلوسيتي. الرجاله اللي ورا احنا عارفين يعني ايه كلمه افشنسي؟ كفاءه. وعايز اجيب باور، الباور دوت هو عباره عن فورس في فيلوسيتي. طيب انا عايز اجيب الباور اوتبوت، الباور الناتج او اللي خارج، تمام، اللي هو هيخبط هنا. يبقى انا هنا هضرب في فيلوسيتي مين؟ الاوتبوت. هضرب في فيلوسيتي مين؟ بليت، صح كده؟ طب لو الانبوت هتبقى ليه؟ الجيت. طيب باشمهندس الفورس دي، قال لك الفورس دي هي الفورس بتاعت الاكس اللي هي موجوده فوق، اللي هي دي كلها. شايف دي؟ هي دي الفورس اللي هتبدا تعمل لي باور اوتبوت. طب باشمهندس الباور ولكن الباور انبوت اللي جاي بقى مش اللي خارج، اللي جاي على البليت، اللي جاي على البليت. باشمهندس قلت لك ان اي باور في الدنيا هو عباره عن انرجي على ايه؟ على التايم، صح؟ باشمهندس الانرجي بتاعتي في حاله طاقه الحركه هي نص الام في الفي سكوير على التايم. قلت لك الماس دي بتشيلها وبتحط ايه؟ الرو في الايه؟ في الفوليوم على التي دي كيو. فطلعت في الاخر يا باشمهندس ان الباور بتاع الانبوت ممكن تحفظها على طول، هو الهاف اللي هو نص في الرو في الكيو في الفي سكوير. انهي فيلوسيتي؟ جيت اهي. انهي كيو؟ الاريا جيت في الفي جيت، صح كده؟ اللي هي كيو بتاعت سيريس اوف بليتس اللي هي دي. كل الكلام ده انا قلته المره اللي فاتت، انا بس براجع معاك عشان تفتكر هنتكلم في ايه. في مشكله دلوقتي؟ خالص؟ طيب قال لك يا باشمهندس تعالى بقى بعد كلمه الفيكسد بليتس او الفلات بليتس دي، تعالى نتكلم على نوع تاني من البليتس وهو الكيرفد بليت. باشمهندس انت متوقع هو ايه اللي هيتغير ما بين الفلات بليت والكيرفد بليت؟ بالظبط، هيبقى عندي اتجاهين اكس وواي، وهيبقى عندي فيلوسيتي اوت، صح مش صح؟ باشمهندس انت عندك الجيت بتاعي، انا كل دوت بلعب على الجيت. الجيت بتاعي مطلع ميه، الميه دي فيلوسيتي مين؟ جيت. قال لك الفيلوسيتي ديت هتبدا تطلع من هنا كده بفيلوسيتي برضه، فيلوسيتي جيت برضه اقل ولا هي؟ قال لك يا باشمهندس هي لان انت هتعمل نجلكت للفريكشن، هتعمل نجلكت لكل الفريكشن، فهتقول والله ان الفيلوسيتي اللي داخله هي الفيلوسيتي اللي ايه؟ اللي خارجه. بس الفكره كلها ان انا هبدا احلل، صح مش صح؟ طيب باشمهندس هنا مش السيتا دي حساب مثلثات، هي السيتا دي، يعني ممكن اكتبها سيتا. طيب وهنا تبقى الفي جيت في كوزاين الايه؟ السيتا، وهنا تبقى الفي جيت في ساين الايه؟ السيتا. باشمهندس بالله عليك يا اخي، بالله عليك ما تيجي نتكلم دلوقتي على الكيرف بليت ولكن فيكسد. قول لي انت السيجما فورس كده هو قانون ثابت اللي هو الرو في الكيو في الفي ان ناقص اوت ولا اوت ناقص ان؟ ايوه بالظبط. انت هتحسب ايه يا باشمهندس؟ قال لك والله انا عايز احسب قوه تاثير الميه على البليت، يبقى ان ناقص ايه؟ اهي دوت القانون العام، ماليش دعوه بيه. قال لك القانون العام دوت في تو دايركشنز، هبدا العب على الاكس دايركشن وهبدا العب على الواي ايه؟ دايركشن. باشمهندس تعالى نلعب على الاكس دايركشن. الاف اكس هتساوي الرو فيها مشكله؟ الكيو فيها مشكله؟ قول لي بقى الفيلوسيتي اند مين؟ الفيلوسيتي جيت ناقص الفيلوسيتي اوت في جيت كوزاين الثيتا في اتجاه الاكس ولا عكس اتجاه الاكس؟ تخلي بالك بقى في الحته دي لازم تسال نفسك، والله يا باشمهندس ايه ده؟ الفيلوسيتي في اتجاه الاكس؟ فهحطها زي ما هي، والله ما هلعب فيها، هتبقى الفي جيت في كوزاين الايه؟ الثيتا. يبقى كده يا باشمهندس انت جبت الفيلوسيتي عند الاكس. طب باشمهندس انا عايز الفيلوسيتي ولكن عند مين؟ الواي، هتبقى الرو
في الكيو في الفيلوسيتي ان بكام؟ هل في فيلوسيتي هنا في اتجاه الواي؟ الاتجاه اللي ورا مفيش مشكله. طيب هنا يعني 0 ناقص الفي جيت في الساين الايه؟ الثيتا. ايه رايك؟ وتخلي بالك الفي جيت في الساين الثيتا في اتجاه الواي، فما عملتهاش سالب، حطيتها زي ما هي هنا، والسالب دي بتاع القانون ده. تمام؟ ركز معايا بالله عليك. الميه اللي خارجه من البليت، اللي خرجت منه خلاص. والله يا باشمهندس بص اقول لك حاجه، في حاله المومنتم ايكويشن انت لازم تعمل حاجه اسمها كنترول فوليوم. لما تكبر باذن الله وتاخد ماجستير هتفهم الكلام ده. والله الكنترول فوليوم اللي انا بلعب عليه من اول هنا كده لحد هنا، ده كلمه كنترول فوليوم. بتبدا تشوف الفيلوسيتي اللي داخل الكنترول فوليوم والفيلوسيتي اللي خارجه من الكنترول فوليوم، بس كده. دي في اوت. ايه؟ هو فين الفي بليت؟ هو اللي تحت اكسنس هو كان في بدايه الحركه. دي اهي. ايوه، ما هو هنا بس بيتحرك، هنا ثابت. انا لسه بقى هحركه دلوقتي. يعني الكيرف بليت ده ثابت لسه هيتحرك. طب باشمهندس لو انا عندي البليت ده بيتحرك بفي ار، سوري بفي بليت، تعرف يا باشمهندس تجيب الفورس ايه؟ هتبقى ريلاتيف صح كده؟ طيب باشمهندس تعالى نجيب الفورس ولكن في اتجاه الاكس، هتساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي ان هي مين؟ ريلاتيف صح كده؟ صح كده يا باشمهندس. الفيلوسيتي ان هتبقى الفي جيت ناقص الفي بليت، كل ده ناقص الفي ار في كوزاين الايه؟ الثيتا. يعني كانك يا باشمهندس من الاخر انت شغال كل الفوليوم دوت او كل الكنترول فوليوم دوت في ار، فيلوسيتي ار. يعني برضو في حاله الواي اهي، والله يا باشمهندس هي الرو في الكيو، ها الفيلوسيتي ان بكام؟ بزيرو صح كده اهي، ناقص الفيلوسيتي ار في ساين الايه؟ اهي. ما انا لسه بقى هسالك سؤال، هي الكيو هنا يا باشمهندس ايه؟ كده كده هي اريا جيت في الايه؟ في الفيلوسيتي ايه؟ جيت. طب هنا لا بقى بالظبط، هتبقى اريا جيت في فيلوسيتي ايه؟ ار. نفس الكلام هنا هتبقى اريا جيت في فيلوسيتي ار. باشمهندس والله اللي بتعمله هنا هو اللي عملته هنا، بس الفرق كله ان بقى عندي فيلوسيتي اوت بس. بشرة خير اهي. ها لا مش موجود في الواقع خالص. هقول لك ليه؟ لان انت زي ما قلت لك انت بتعمل نجلكت للفريكشن فورس. طبعا في لوسز طبعا. تمام. طب باشمهندس بالله عليك يا اخي، سيريس اوف بليدز ولكن كيرفد كده. بص الشكل الجميل ده، شبه الشمس بالظبط كده. طيب باشمهندس تعالى يلا مع بعض نبدا نجيب حاجه اسمها الاف اكس ونبدا نجيب حاجه اسمها الاف واي. باشمهندس حد عنده مشكله انها تبقى رو في الكيو في فيلوسيتي ان بكام؟ في ار ولا في بليت ولا في جيت؟ ها باشا نفس اللي عملته هنا او اللي هتعمله هنا هو اللي عملته هنا. هنا انت اشتغلت بايه؟ بار. فوالله يا باشمهندس هي الفي ار ناقص الفي ار في كوزاين الايه؟ الثيتا. طب باشمهندس الاف واي بتاعتي هتبقى ايه؟ رو في الكيو ايوه في الزيرو ناقص ساين الثيتا. طيب باشمهندس الكيو ديت هي عباره عن ايه؟ الاريا جيت في الايه؟ في الفي جيت. نفس اللي عملته هنا والله مفيش اي فرق. الفرق كله بس ان هي الاول بقت في ار كوزاين الثيتا. تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب باشمهندس انا جاي جبت الفورس، تعال نجيب الافشنسي بقى. باشمهندس الافشنسي والله نفس القانون، نفس الكلام. الكيو دي هي الكيو دي طبعا. تمام. طيب ركز بقى معايا باشمهندس، قول مين بيقول؟ قول. ايه اهو ده البليت ده بيلف، ده بيلف هنا، ده بيتحرك كده ماشي كده بسرعه اسمها في بليت. اللي فوق ده في ار لو هو بيتحرك، وفي جيت لو هو ثابت اهي. في جيت وفي ار.
مشكله؟ طيب يا باشمهندس الافشنسي هي دي نفس العلاقه دي نفس العلاقه دي هي بالظبط في كل حاجه. هكتبها لك برضو عشان نبدا نفتكر مع بعض. الباور ولكن الاوتبوت بيساوي ايه؟ الفورس في الايه؟ في الفيلوسيتي. انهي فيلوسيتي؟ البليت. والفورس دي في اتجاه اكس. جبت الموضوع. الفورس هي اللي فوق دي. طب باشمهندس الباور ولكن الانبوت بتساوي ايه؟ بالظبط اللي هي في الاخر هتطلع بتساوي نص الرو في الكيو في الفيلوسيتي، ولكن الفيلوسيتي ايه؟ جيت سكوير، صح كده؟ والكيو دي يا باشمهندس اللي هي الاريا جيت في الفي جيت. في مشكله؟ شباب اللي انا بعمله هنا والله انا عملته قبل كده هنا، هو بالظبط ما فيهوش اي اختلاف. الفرق كله ان الفورس دي بدل ما هي كانت العلاقه دي هتبقى العلاقه دي بس. طب باشمهندس فاكر يا باشمهندس في حاله الفلاب بليتس قلت لك الماكسيمم افشنسي كان بيساوي كام؟ 50. الله ينور عليك، قال لك 50%. ده الماكسيمم. طيب هنا يا باشمهندس الماكسيمم افشنسي كان بيساوي كام؟ قال لك والله يا باشمهندس الماكسيمم افشنسي بتاعتي بيساوي 98%. اراوند كمان ال 99%. وده في حاله، خلي بالك الكلام ده نظري، في حاله ان السيتا 165 درجه بالظبط اهي. والله يا باشمهندس لو البليت بتاعي السيتا دي بقت كده 165 درجه هتعمل افشنسي رايحه لل 98%. فعشان كده كل التوربينات بتتعمل على انها ايه؟ كيرف بليتس. حد يعني عارف يعني ايه توربينه؟ ايه هدف التوربينه؟ بتقلل الانرجي. الانرجي بتبقى فيه ميه جايه بفيلوسيتي عاليه جدا 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 تخبط في التوربينه. التوربينه تهدي الفيلوسيتي بعد كده تروح للبايب الثانيه. فالتوربينه عكس البامب بتطلع انرجي، التوربينه بتنزل ايه؟ الانرجي بتاعتي. حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله في حاله الكيرف بليتس؟ خالص. هسألك سؤال بس سهل قوي. والله جه في الامتحان راح قال لك والله ان الفي بليت ما بتتحركش كده، بقت بتتحرك كده. يعني الفي بليت داخله عليا وانا هنا في جيت، ايه اللي هيحصل في الفي ريلاتيف؟ هيبقى ده زائد ده. السرعه النسبيه، فاكر لما كنت انت بيقول لك لو انت مشيت جنب القطر في نفس الاتجاه هتبقى سرعه القطر ناقص سرعتك، لو انت مشيت عكس اتجاه القطر هتبقى سرعتك زائد سرعه القطر. خلي بالك بقى من المعلومه دي. هي حاجه كمان، معلش انا برضو قاعد عمال اقول حاجات، معلش. السيتا دي يا باشمهندس اللي انت قاعد عمال تعمل القانون عليها دي هي زاويه ميل الكيرف بليت مع الهوريزونتال في اتجاه اليمين. يعني عارف لو كده بقى كده البليت هتبقى السيتا دي اكبر من 90 وهكذا. وقال لك السيتا دي لو هي اكبر من 90 وعملت كوزين السيتا بسيتا اكبر من 90 هتبقى بالسالب، فهيبقى سالب مع السالب هيبقى موجب، فهتظبط معاك الدنيا. حد فاهم حاجه؟ هنشوفها في المثال ما تقلقش. صور يا باشا. اصحى يا رجاله يلا. بص يا باشا تعالى بقى مثال بسيط خالص. بيقول لك ايه في اكزامبل 3؟ والله يا باشمهندس انا عندي كيرف بليت، الكيرف بليت دوت مايل بزاويه 120 درجه تمام مع الهوريزونتال. قال لك انا عندي في جيت هنا، عندي هنا زي الجيت كده نوزل فيها ايه؟ فيها جيت. قال لك يا باشمهندس ديت هتطلع لي بفيلوسيتي 30 متر بير سكند. الميه اللي طالعه اللي هي الفيلوسيتي جيت ب 30 متر بير سكند، والديامتر بتاعها او الاريا بتاعتها على طول ب 10 سنتيمتر سكوير. قال لك والله هات لي الفورس في حاله الفيكسد والموفينج وبعد كده هات لي الافشنسي لو هي سيريس اوف بليتس. وبيقول لك انها موفينج ب 15 متر بير سكند لو البليت بتاعي موفينج. طب يلا يا باشمهندس كده بالله عليك قول لي انا هعمل ايه؟ يلا اف اكس على طول. اف اكس بتساوي رو كيو في الفي ايه؟ الفي جيت اللي هي الان ناقص الفي جيت في كوزين الايه؟ السيتا. لا احنا لاعبين على الاكس فمش زيرو، صح كده؟ هنا يا باشمهندس ما ده بقى السؤال. والله يا باشمهندس انت دلوقتي اللي طالعه دي الفيلوسيتي دي هتيجي تتحلل كده صح؟ فوالله الزاويه دي بكام؟ ب 60 لان دي كلها ب 120 60. قال لك والله كوزين ال 120 هي سالب كوزين ال 60. فوالله يا اما تاخد السيتا ب 120 دايركت على طول وتشتغل، يا اما والله تقول سالب وتحط السيتا بكام؟ ب 60. لا انا هحطها ب 120 بقى يا عم. ايه رايك؟ فوالله كوزين ال 120 هتحط والله كوزين ال 120 هتطلع برقم بالسالب، الفي جيت هتحطها ب 30 وهنا هتحطها ب 30 وهنا بقى يا باشمهندس الكيوب كام؟ ايوه الاريا
جيت في الفيلوسيتي ايه؟ جيت الفيلوسيتي جيت ب 30 والاريا جيت ب 10 اضربها في كام؟ في 10 باور نيجاتيف 4. كل الكلام ده هتضرب في الرو بتاعت الميه بكام؟ 1000. تمام؟ قال لك يا باشمهندس لما تيجي تجيب الاف اكس دي هتلاقي ان الاف اكس بتساوي 1350 نيوتن. طب انا كده جبت الاف اكس، تعرف تجيب الاف واي؟ الاف واي يا باشمهندس هتساوي الرو في الكيو، دي ثابته كده كده، الفكره كلها ده اللي بيتغير. طيب الفيلوسيتي ان ناقص الفيلوسيتي اوت، الام بكام؟ بزيرو اهي، ناقص الفيلوسيتي اوت هتبقى فيلوسيتي جيت في ساين الايه؟ ساين الثيتا. حد معترض يا جماعه على الكلام ده؟ طيب باشمهندس هنا هحط ساين الثيتا عادي بساين الكام؟ ال 120 والفيلوسيتي جيت بال 30 والكيو هي اللي فوق اريا جيت في الفيلوسيتي جيت، وهنا كده كده الروب كام؟ ب 1000. هتلاقي والله ان الاف واي دي بتساوي 9.42. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اطلع بالنيوتن، هو طالب الاف ريزلتنت. طيب باشمهندس انا جاي جبت الاف اكس والاف واي، لو انت عايز الاف ريزلتنت بقى بس كده يبقى انا الاف ريزلتنت عندي هتساوي روت الاف اكس سكوير بلس الاف واي سكوير. باشمهندس لو انت عاوز زاويه ميل هتبقى تاني الثيتا بتساوي ايه؟ قال لك الاف واي على الاف اكس بس كده. في مشكله؟ حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله؟ طبعا يعني لو الجيت ده مثلا بيطلع زيت يبقى الرو بتاعته مش 1000، هتبقى الرو بتاعته 0.8 سبيسيفيك جرافيتي في ال1000 بس. تمام؟ طيب لو انا عندي موفينج بليت، لو البليت ده هو بس ماشي، هعمل ايه؟ باشمهندس ركز معايا، الاف اكس بتساوي ايه؟ الرو في الكيو في الفي ناقص الفي، هتبقى في ريلاتيف ناقص الفي ريلاتيف في الكوزاين الايه؟ الثيتا. باشمهندس كوزاين الثيتا عادي هتحطها كوزاين 120. الفي ريلاتيف على طول ب 30 ناقص 15 وهنا الاريا جيت في الايه؟ في ال 15 على طول، صح كده؟ والرو ب 1000. شكرا. باشمهندس الاف واي الرو في الكيو بس كده اهي، ناقص الفي ار في ساين الثيتا اهي. طيب باشمهندس هتحط طبعا دي ب 15 ودي هي اللي فوق ودي بال1000، هتجيب الاف ايه؟ الاف واي. تعال احط لك الارقام عشان لما تيجي تروح بيتك. الاف اكس هتطلع بتساوي 3.7.5 نيوتن. طيب وهنا الاف واي 4.86 نيوتن. باشمهندس لو انا عايز الاف ريزلتنت ده سكوير زائد ده سكوير. طب انا هسألك سؤال معلش، شايف دي؟ ركز بقى معايا رجاله، الاف واي يا باشمهندس بتساوي الرو في الكيو في 0 ناقص 30 ساين ال 120. هي ساين ال 120 هتطلع رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ثالثه اعدادي يا جماعه كنا بنقول كل جبار ظالم جاته داهيه، مش مهم الكلام ده. الربع الثاني في الساين كان بيطلع بوزيتيف، يعني ساين ال 120 دي هتطلع رقم بوزيتيف، صح كده؟ طيب باشمهندس يعني الرقم ده في الاخر هيطلع بالسالب، صح؟ صح ولا مش صح؟ ليه انا حاطه بالموجب؟ ايه؟ بص ركز معايا، هنا الرقم ده المفروض يطلع بالسالب، انا حاطه بالموجب. والله يا باشمهندس كلمه سالب وموجب هي ليها علاقه بالدايركشن بتاعي، بس الماجنتيود هو 779 ده كماجنتيود. طيب كاشاره المفروض يبقى ايه؟ يبقى بالسالب. وده يا باشمهندس عشان انت بتجيب الفورس نتيجه الفلويد على البليت. طب لو سالك بقى الفورس بتاعت البليت على الفلويد هتبقى بس السالب دي تبقى ايه؟ تبقى موجب، بس هتبقى عكس اشاره مش اكتر. حد فاهم حاجه؟ تاني يا جماعه، والله يا باشمهندس انا اللي انا جبته دوت هو قوه تاثير الفلويد بتاعي على البليت، فطلعت رقم بالسالب. طب لو هو عاوز قوه تاثير البليت على الفلويد اللي هو رد الفعل، السالب دي هتبقى موجب بس. حد فاهم حاجه؟ اهي انا هفرضها كده اهي اكس 1 اهي عادي. في اوت هنا كده، دي فورس مين؟ فورس الفلويد بالظبط. طب فورس بتاعت رد الفعل بتاعي هتبقى لتحت. حد فاهم حاجه؟ طيب
طب لو انا عايز يا باشمهندس للسيريس اوف بليتس، قال لك انا عايز الافشنسي وعايز الباور اوتبوت والباور انبوت، تعرف تجيبها؟ باشمهندس الباور اوتبوت هعملها لك تاني عشان نبدا نراجع اهو. الباور اوتبوت يا باشمهندس مش بتساوي الفورس اللي انت جبتها فوق اهي، هي نفس الرقم والله، تمام؟ هضربها في الايه؟ في الفيلوسيتي بتاعت الايه؟ البليت ولا الجيت؟ البليت اللي هي كانت ب 15 صح كده؟ طيب باشمهندس لو انت عاوز الباور ولكن انبوت بالظبط، في الاخر هتبقى الرو في الكيو في الرو في الكيو في الفيلوسيتي سكوير. انهي فيلوسيتي؟ الفيلوسيتي جيت. طب انهي كيو؟ اريا جيت في الايه؟ في الفيلوسيتي جيت. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم اي حاجه؟ في حاله السيريس اوف بليدز انا عندي الكيو بتساوي الاريا جيت في الفيلوسيتي جيت. بس انا عايز اجيب الباور انبوت الباور اوتبوت، اجيب ارقام اقسمهم على بعض، جبت الافشنسي هكتبها لك. طيب 6 7 5 لا الاوتبوت تطلع ب 101 اهي 101 2 5 واط. ايه الصوت ده؟ وهنا 1000 اهي. طب لو انت عايز تجيب الافشنسي خلاص بقى الافشنسي هتساوي الرقم اللي انت طلعته فوق على الرقم اللي انت طلعته تحت، كل الكلام ده اضربه في 100 اكيد هيطلع رقم اقل من 98% صح؟ هيطلع ب 75%. تمام؟ وهي دي الكفاءه بتاعت الايه؟ الكفاءه بتاعت السيريس اوف بليدز. حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله؟ طيب ركز بقى معايا، ركز بقى معايا في الموضوع دوت، لان الدكتور قعد يتكلم كتير ببقه في الموضوع دوت والكلام ما كانش موجود في السلايدز. ركز بقى وركز معايا جدا عشان الكلام ده اكيد هيجي. بص يا معلم، هنا هنبدا نتكلم عن ايه؟ والله انا هبدا دلوقتي اخش على ثالث ابلكيشن عندي. انا اول ابلكيشن كان الفلاب بليتس، الثاني الكيرف بليتس، قال لك الثالث هو عباره عن حاجه اسمها البنز في البايب. قال لك والله يا باشمهندس في اي حته في الدنيا لو انت عايز تغير الفلو بتاعك او الدايركشن بتاع الفلو بتاعك كده، مثلا عايز توديه كده، بتعمل حاجه اسمها كوع. الكوع دوت هو البند. قال لك انت لازم تجيب مومنتم ايكويشن عند نقطه الكوع دي وتحسب الفورسز اللي ناتجه نتيجه الفلويد على الايه؟ على الكوع. ليه بقى؟ قال لك والله عشان تبدا تحط الكوع، ما الكوع دوت بيتحط بماده لاصقه صح؟ قال لك لازم تحسب الفورسز علشان ابدا احط الكوع بتاعي، يعني بتعمل لها ديزاين بالظبط. ماشي؟ قال لك يا باشمهندس كل الفكره كلها انك تبقى عارف ايه نوعيه الفورسز اللي بتاثر على الكوع. عشان تبدا تعمل مومنتم ايكويشن يا باشمهندس لازم تعمل كنترول فوليوم. يعني ايه كلمه كنترول فوليوم؟ يعني لازم والله اقطع حته من الكوع وابدا ادرسها. قال لك يا باشمهندس طب ما تيجي نقطع حته، انا دلوقتي عندي الفيلوسيتي هنا داخله البايب، بقى عندي في كوع يخلي لي الفيلوسيتي بتاعتي خارجه من البايب، في مشكله؟ قال لك والسيتا دي هسميها سيتا اهي ما بين الاكسيس بتاع البايب وما بين الهوريزونتال. قال لك والله يا باشمهندس تعالى مع بعض نقطع حته زي ما كنت بتعمل في الاستراكشر ديزاين. فاكر الاستراكشر؟ مش مهم. قال لك والله انا هقطع حته بصباعك الاثنين اهو، هقطع كده. بص دي الحته اللي هدرسها مع الحته دي. حد فاهم حاجه؟ قطعت حته، فانا هدرس الحته دي بس مش هدرس اي حاجه تاني واقفل البايب. بص هقفل البايب بتاعتي اهي، هقفل البايب بتاعتي. ايه رايك؟ فانا هدرس الحته اللي بدايتها احمر ونهايتها احمر. قال لك لما بتيجي تقطع جوه بايب لازم ما دام الميه ماشيه من نقطه لنقطه لازم يبقى فيه بريشر، صح مش صح؟ قال لك البريشر بتاعك لو انت قاطع هنا وعاوز تبص كده فالبريشر بتاعك عامل ازاي؟ بالبنتيكولار على الاريا بتاعتك صح؟ على السطح ده. طب لو انت قاطع كده وعاوز ابص كده البريشر بتاعك عامل ازاي؟ بالبنتيكولار على السطح دوت. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا دلوقتي عندي هنا بريشر واحد اهي، بريشر واحد في الاتجاه ده، وعندي هنا بريشر ايه؟ 2. يبقى خلي بالك بقى من الاتجاهات، لان يا باشمهندس ناس كتير بتسال وانا كنت بسال من طالب ازاي يا باشمهندس انت قطعت هنا وقلت البريشر جاي كده؟ بص هو اولا تاثير جزء القطع، ثانيا ان والله زي ما في بريشر هنا على فكره انت كلامك صح و100%، في بريشر هنا برضه. فاهم حاجه؟ وقيمته هي القيمه دي، بس انت قطعت وبصيت كده، يعني لازم تدرس البريشر في اتجاه الاريا اللي انت قطعتها. حد فاهم حاجه؟ عارف لو انت كنت هتدرس البريشر في اتجاه الاريا الثانيه دي هيبقى البريشر عامل كده. فاهم حاجه؟ طيب باشمهندس ما تيجي مع بعض نطبق المومنتم ايكويشن. انا عندي والله
سيجما الفورس بتساوي ايه؟ رو في الكيو. بص بقى هنا انا هدرس نقطه تاثير الكوع على الفلويد، رد الفعل. هتبقى الاوت ناقص ليه؟ اهي الاوت ناقص الفي ان. كله يركز معايا بالله عليكم. طيب باشمهندس انا هنا هبدا ادرس دلوقتي في اتجاه الاكس وفي اتجاه الزد. ما دام في كلمه زد يبقى معنى كده ان في جرافيتي فورس، معنى كده ان في ويت، وزن للايه؟ للبايب بتاعتك. طيب باشمهندس انا هبدا دلوقتي هقول والله في اتجاه الاكس انا عندي الاتي. قول لي يا باشمهندس كل الفورسز اللي بتاثر في اتجاه اكس. يلا قول لي بقى. اول حاجه عندي بي واحد في اريا واحد، مش البريشر في الاريا بتساوي فورس؟ يبقى انا هكتب دلوقتي البي واحد في الاريا واحد، هل في اتجاه الاكس ولا عكس اتجاه الاكس؟ في اتجاه الاكس، يعني بي واحد في الاريا واحد. طيب وعندي بي 2 هتتحلل صح؟ هيبقى بي 2 كوزين الثيتا سالب ولا موجب؟ كده جايه كده يبقى سالب صح؟ يبقى سالب بي 2 في الاريا 2 في كوزين الايه؟ الثيتا. اريا واحد سوري. طيب باشمهندس انا جاي جبت تاثير البريشر والبريشر، عندي كمان تاثير رد فعل الكوع او البايب على الفلويد. قال لك بص مش الفلويد ماشي كده هيخبط في الكوع هنا، هيخبطه كده، هيرد عليه ازاي؟ هوب كده، يبقى هيرد عليه كده، دي الاف اكس. ده فرض انا هفرضه، يعني هنا هكتب ناقص ولا موجب؟ ناقص اف ايه؟ اكس. كل الكلام ده بيساوي الرو سهله، الكيو سهله جدا، في الفلوسيتي اوت بكام؟ اوت هي الفلوسيتي 2 لما تيجي تتحل هتبقى كوزين الثيتا في اتجاه الاكس ولا عكس اتجاه الاكس؟ الله ينور عليك. يبقى انا دلوقتي هكتب الفي 2 في كوزين الثيتا ناقص الفي ان بكام؟ بي في 1. شكرا ليك. والله يا باشمهندس انت بقى معاك الايكويشن دي تقدر تجيب الاف في اتجاه الايه؟ الاكس. طب ينفع بعد اذنك يا باشمهندس تدرس حاله الزد؟ هو حد فاهم انا بعمل ايه؟ طب انا بشرح ايه يا جماعه؟ فلويد صح؟ شابتر ايه؟ 5 كان اسمه مومنتم ايه؟ ايكويشن، وده الابلكيشن رقم كام؟ 3 اللي بيبدا يتكلم عن حاجه اسمها الكوع. بدات اجيب السيجما الفورس بتساوي الرو في كيو في الدلتا فيلوسيتي صح كده؟ معلش طيب ركز بقى معايا. مش الراجل ده اللي كان بيقول اتصلت بشيماء لقيتها لابسه شبشب قلت لها تعالي نغني الاغنيه؟ مش فاكرين؟ ما شفتوش الحوار ده؟ ماشي ركز. ولا الفورس سيجما الفورس ولكن في اتجاه الزد بتاعي. طيب ركز بقى معايا دلوقتي يا باشمهندس، سيجما الفورس في اتجاه الزد ايه؟ البي 1 في الاريا 1 هل هتخش معايا؟ شكرا. البي 2 في الاريا 2 هتخش، ولكن في ساين الايه؟ الثيتا سالب ولا موجب؟ الله ينور عليك. يبقى سالب بي 2 اريا 2 في ساين الايه؟ الثيتا. باشمهندس هنا الفلويد هيخبط في البايب كده، يعني هيأثر عليه بزد لتحت، يبقى هو هيرد عليه بزد لايه؟ لفوق. يبقى انا دلوقتي هعمل اف زد كده اهي، اف زد، فهقول والله زائد اف زد. قال لك ناقص ويت، عشان عندي ويت كده. لا ده ويت البايب، ويت الايه؟ البايب بتاعتي. يعني الويت ده يا باشمهندس اللي هو ام في جي صح؟ هيديك هو الماس او يديك الويت على طول عادي. ناقص ولا موجب؟ ناقص عشان نازل اي ويت بيبقى نازل لتحت. كل ده بيساوي، هل في اي فورس ثانيه؟ بالظبط اهي الرو في الكيو. ها الفيلوسيتي اوت في 2 ساين لفوق ولا لتحت؟ يعني بوزيتيف. شكرا. يبقى الفي 2 ساين الثيتا. ها ناقص الفي ام بكام؟ شكرا. يبقى انا كده يا باشمهندس عملت العلاقه الثانيه اقدر اجيب الاف واي. والله بص هو افرض براحتك، بس هي منطقيه كده، بس افرض براحتك عادي. اصل الفكره كلها فرضت انت كده وطلع بالموجب يبقى انت تمام، طلع بالسالب يبقى هي كده يا باشمهندس. لا تاني. لو هو فلاب بليت. لا تاني. كده. لا مش في اتجاه الفي 1 ده لفوق اهي. لا كلمه سرعه جايه لك او مش جايه لك قلت لك على حسب الكنترول فوليوم بتاعك. يعني انا درست الحته دي، فايه السرعه اللي طالعه؟
في 2 وايه السرعه اللي داخله؟ في 1. في حاله بقى الفيكسد بليت، عارف انت كنت بتدرس ايه؟ انت كنت بتدرس الحته دي بس. فاهم حاجه؟ بس. طيب باشمهندس انا كده الحمد لله رب العالمين جبت الاف اكس جبت الاف واي، شكرا ليك. انت هو ما بيبقاش عايز حاجه ثانيه، بيبدا يلعب معاك في ايه بقى؟ ما يدكش بريشر مثلا، ما يدكش بريشر عند النقطه دي، بس يديك بريشر هنا مثلا، تروح تعمل ايه؟ احلى برنولي عليك، بي 1 على جاما زائد بي 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 بيساوي جبت الايه؟ البريشر بتاعي. طيب ممكن مثلا ما يدينيش فيلوسيتي ويديني ايه؟ دلتا بريشر. قال لك الفيلوسيتي يا اما تيجي من الكونتينيوتي يا اما تيجي من برنولي، على حسب انا معايا بريشر ولا معيش بريشر. فانت بتبدا تلعب في الثلاثه ايكويشنز بقى، كونتينيوتي برنولي مع مين؟ مع المومنتم. طيب راح الدكتور بقى بدا يشرح مثال في المحاضره كان بيقول الاتي، والهدف من المثال ده الكلام اللي قاعد يتكلمه في المحاضره. بص قال لك ايه؟ قال لك والله انا عندي بايب كده والبي 2 بتساوي 120 كيلو باسكال، وبيقول لك الديامتر بتاعي ثابت ب 20 سنتيمتر. عارف هو عاوز ايه؟ وقال لك ان البايب دي في اتجاه الاكس واي. خلي بالك بقى من الكلام ده، ما دام كلمه اتجاه اكس واي يا جماعه يعني مفيش ويت معايا، صح كده؟ وما دام برضه اكس واي فالزد بزيرو لو انا هطبق برنولي، صح كده؟ ان كلها في الهوريزونتال بلان. تمام. طيب هو بقى السؤال ايه؟ هو ما عملش اي حاجه على فكره، هو بس قال لك والله انا عايز الفورس اللي بتاثر نتيجه او رد الفعل بتاع البايب على الفلو بتاعي. فوالله خد كنترول فوليوم من هنا لحد هنا وبدا يدرس. والله اهو عندي بي 1 في الاريا 1 في اتجاه اكس، بي 2 في الاريا 2 عكس اتجاه الاكس او سوري مع اتجاه الاكس، وبدا يلعب. طب ما تيجي نعملها باننا قاعدين كده ساكتين اهي. سيجما الفورس بتساوي الرو في الكيو في الفي اوت ناقص الفي ان اهي. باشمهندس كل الفورسز اللي بتاثر معاك هي ايه؟ ها البي 1 في الاريا 1 صح؟ انا دلوقتي هلعب على الاكس، فهي البي 1 في الاريا 1 هل هتتضرب في حاجه؟ البي 1 في الاريا 1 في اتجاه الاكس عادي. طيب ناقص ولا زائد البي 2؟ قلت لك انت بتقطع هنا وبتبص كده، فهي اكيد البريشر كده. خلي بالك بقى انت بتقطع فين؟ مش انا لو قطعت هنا عملت الصباعين دول كده وقلت لك لو انا قطعت هنا كده فالبريشر جاي كده؟ كانك بتقطع. لازم تقطع وتبص، يعني زائد بي 2 في الاريا 2. كل الكلام ده ايه؟ ما هي بي 1 اريا 1 ايه؟ ما انا قطعت برضه اهو في اتجاه اكس اهو يا جماعه اهي. ايه؟ كلها في اتجاه اكس صح كده؟ شوف انت هتقطع ازاي. ماشي؟ طيب باشمهندس كل الكلام دوت هبدا ناقص الاف اكس، هفرض الاف اكس بتاعتي كده، فيها مشكله؟ طيب كل الكلام ده بيساوي الرو في الكيو. الفي اوت بكام؟ خلي بالك بقى من الايه الاتجاهات. الفي اوت بكام؟ الفي اللي خارجه بنيجاتيف 10 بالظبط، اللي هي نيجاتيف 10 ناقص الفي ان ب 10، يبقى هتبقى كده. فاهم؟ خلي بالك من الحته دي وتجيب الاف اكس. طب انا عايز اجيب الاف واي ها؟ ايه؟ لا تاني بالراحه. ايوه دي اف اكس في اتجاه اكس، لسه في اتجاه واي بقى. والله انا ماليش دعوه باللي فوق تحت، ليا دعوه بالبايب دي. البايب دي انا عندي كده اف اكس وعندي كده اف واي بس. ايوه انت بتاخد على البايب كلها، على الحته كلها. طب باشمهندس الاف واي ايه الفورسز اللي بتاثر في واي؟ اولا البريشر مش بيأثر في واي ولا 1 ولا 2. هل في ويت؟ قال لك هوريزونتال. فهل في بريشر في الواي او هل في فورس في واي؟ فمفيش في الواي. اللي انا عايز بس اشرحه لك ايه بقى قبل ما اخش على المسائل بتاعت الجزء ده. جيت دكتور سالك قال لك انا ما حطيتش دي كده ولا حطيت السهم ده، وسالك والله الايديال فلو، في الايديال فلو قول لي الفلو ماشي من نقطه ايه لنقطه ايه؟ من 1 ل 2 ولا 2 ل 1؟ حلو جدا. طب الانرجي يبقى لازم اطبق مين؟ برنولي. تاني يا جماعه هقول السؤال تاني بالراحه. هنا انا عندي منتج بريشر عن نقطه A وفيلوسيتي عن نقطه A، ونفس الكلام عن نقطه B، وبيسالك سؤال قول لي الفلو بتاعي من نقطه A لنقطه A، من نقطه 1 لنقطه 2 ولا من 2 ل 1؟ فكل الفكره خلي بالك من الايه؟ الانرجي بتاعتي. طيب باشمهندس هنا B1 على جاما
زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد الزد 1. الزد 1 هتفرق معايا؟ ارميها في داهيه. طيب الفي 1 سكوير على 2 جي هنا ب 10 والفي 2 سكوير على 2 جي هنا بكام؟ ب 10. يعني هنا هيروح مع هنا صح؟ البي 1 يبقى اللي هيحدد هو مين؟ البريشر. قال لك البي 1 على جاما والبي 2 على جاما. الكبير مين؟ البي 1. يبقى والله الفلو هيمشي من النقطه دي للنقطه دي. لان هو هوريزونتال. قال لك هوريزونتال صح كده؟ ده هو قايل اكس واي اهو. تمام؟ طيب راح سالك بقى سؤال تاني. قال لك والله في الريل فلو الفلو بتاعي ماشي من نقطه ايه لنقطه ايه؟ انا كل ده كنت شغال قلت لك في الايديال فلو. في الريل فلو بقى ايه؟ مش هتعرف؟ والله يا باشمهندس انت كل اللي بيحدد معاك كان البي 1 على جاما كان بيساوي البي 2 على جاما. كنت بتشوف دي وبتشوف دي وبتشوف مين الاكبر. تمام؟ قال لك هنا زائد الهيد لوسز. فالهيد لوسز يا باشمهندس والله لو الهيد لوسز زائد البي 2 على جاما اكبر من البي 1 على جاما يبقى هو هيمشي من نقطه 2 لنقطه 1. لو بي 1 على جاما اكبر من البتاعه دي كلها يبقى يمشي من نقطه 1 لنقطه 2. فانا ما اقدرش احدد. هتقول له كانت تل. طبعا كان تل لان ممكن الهيد لوسز تبقى كبيره وممكن تبقى صغيره، الله اعلم. حد فاهم حاجه؟ في مشكله؟ طيب لان هو قال لك في الاكس واي بلان هوريزونتال بلان. هوريزونتال انا بس بدرس الهوريزونتال. يعني انا دلوقتي عندي كده ما بدرسش البتاع اللي تحت ده، انا بدرس اللي قدامي بس. اكس وواي. صور بقى يا باشا، خلي بالك من الافكار اللي قلتها لك دي. طيب دلوقتي بقى تعالى مع بعض نبدا نطبق على الجزء بتاع الكوع. هنبدا نطبق معاه في اكزامبل 4 واكزامبل 5. اول حاجه يا باشمهندس تعالى نبص على اكزامبل 4. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله في اكزامبل 4 انا عندي بايب، البايب ديت الديامتر بتاعها ب 10 سم. البايب دي خلصت خلاص، بدات في اخر البايب حطيت نوزل بديامتر 3 سم. فانا عندي يا جماعه ما بين النوزل وما بين البايب لازم تلحم صح؟ او تحط مسامير. فانت عاوز تجيب ايه؟ قال لك والله انا عاوز اجيب الفورس بتاعت النوزل. يعني عايز اجيب النوزل ديت هتاثر على الفلويد او الفلويد هياثر على النوزل بفورس قد ايه؟ بس كده. طيب ما تيجي مع بعض كده نشوف الدنيا مديك ايه؟ قال لك مديني الكوفيشن اوف فيلوسيتي ب 0.97. يعني معنى كده انت تشتغل على الاكتشوال ولا الثيوريتيكال؟ اكتشوال. معاه الديامتر الاولاني ب 10، الديامتر الثاني ب 3، معاه البريشر عند نقطه 1 بنص كيلو جرام بر سنتيمتر سكوير. قال لك بقى كمان انا عاوز ايه؟ قال لك انا عاوز find the force exerted by the nozzle on the pipeline. قال لك والله انا عاوز الفورس بتاعت النوزل على البايب لاين. طيب باشمهندس ما دام انا عايز فورس فانا لازم اطبق مومنتم ايه؟ ايكويشن. هل عندي اتجاه واي؟ في اتجاه واي؟ قال لك انت كل حاجه شغاله في اكس. طب ما تيجي نطبق المومنتم ايكويشن ونشوف والله ايه المجاهيل اللي معايا ونبدا نعمل ايه؟ اقطع يا باشا. هقطع عند نقطه 1 عشان عارف عندها البريشر صح؟ اهي. في مشكله؟ وهقطع عند نقطه 2 مثلا. اهي. بالظبط كده. فانا عندي دلوقتي البريشر هنا كده عامل كده والبريشر هنا عامل ازاي؟ كده. طيب باشمهندس تعال نطبق. انا عندي سيجما الفورس بتساوي الرو في الكيو في الفي اوت ناقص الفي ان. حلو جدا. طب باشمهندس سيجما الفورسز بتساوي ايه؟ البي 1 في الاريا 1 ناقص البي 2 في الاريا 2 صح كده؟ ها زائد ولا ناقص الاف اكس او الاف نوزل؟ الاف نوزل ما كده مثلا هي ناقص اهي الاف نوزل. كل الكلام ده بيساوي الرو في الكيو في الفي 2 ناقص في 1 اللي خارجه ناقص اللي داخله. بس كده. طيب باشمهندس انت ما معكش ايه هنا بقى؟ دي بقى النقطه. اولا انا ما معيش ولا فيلوستي 2 ولا فيلوستي 1 ولا معايا بريشر 2 بس معايا بريشر 1. يعني دلوقتي يا باشمهندس انا عايز هنا ده لو انا جبت ده مع ده هجيب المعادله بتاعتي واخلصها. فانا والله التو ايكويشنز اللي انا استخدمهم هم برنولي والايه؟ والكونتينيوتي. تعال نطبق برنولي. هطبق برنولي بتوين بوينت 1 وبتوين بوينت ايه؟ 2. اخر حاجه خالص. طب اخر حاجه دي هتجيب منها ايه؟ هجيب منها الفيلوسيتي. طب يلا بينا. هجيب دلوقتي هنا نقطه 2 اهي. يلا. والله يا باشمهندس انا عندي دلوقتي الاتي. عندي بي 1 على الجاما زائد الزد 1 هتفرق معايا ولا هنا ولا هنا. طيب زائد الفي 1 سكوير على ال 2 جي. كل الكلام ده بيساوي البي 2 على جاما
زائد زد 2 ما فيهاش حاجه، الفي 2 سكوير على ال 2 جي. الله ينور عليك. يبقى دي بكام؟ بزيرو. باشمهندس تعالى يلا نبدا نحط ارقامي. البي واحد بكام؟ بنص. هضربها في كام؟ هضربها في 9.81 في بالظبط 10 اس سالب 4 تحت تبقى فوق كام؟ 10 اس 4. فيها مشكله؟ كل الكلام ده على 9 8 1 0. كل الكلام ده زائد. هل معاك الفيلوسيتي واحد؟ طب ما ايه رايك نشيل الفيلوسيتي واحد ونحط كيو على اريا، لان الكيو ثابته. تاني ايه رايك نشيل الفيلوسيتي واحد ونحط كيو على اريا واحد؟ يعني دلوقتي هقول والله كيو سكوير على الاريا 1 سكوير، كل الكلام ده في 2 في 9.81. كل الكلام ده بيساوي يا باشمهندس الكيو سكوير هي على الاريا 2 سكوير في 2 في 9.81. حد عنده مشكله؟ ايه رايك يا باشمهندس لو نشيل الاريا 1 دي ونحط باي على 4 في الدي 1 سكوير اللي هي 0.1 دي سكوير، وكل ده سكوير. ها نفس الكلام هنا، باي على الاربعه في 0.03 سكوير، كل الكلام ده في ايه؟ سكوير. ومن هنا يا باشمهندس هجيب الايه؟ الكيو. هتطلع الكيو عندك بكام؟ ب 0. الكيو ثيوريتيكال خلي بالك بتساوي 0.007 متر كيوب بير سكند. باشمهندس لو انا عايز اجيب الكيو اكتشوال اعمل ايه؟ هضرب في الايه؟ يعني دلوقتي يا باشمهندس دلوقتي اهو الكيو اكتشوال مش هي والله يا باشمهندس بتساوي الكيو ثيوريتيكال، هضربها في السي دي. الفكره بقى ان السي دي بتساوي السي في في السي سي. الفكره بقى يا باشمهندس ان في حاله النزل حقك تقول ان السي سي بتساوي 1. تمام؟ تاني يعني في حاله النزل يا جماعه هاسيوم ان السي سي بواحد. السي سي دي يا جماعه اللي هي كوفيشن اوف كونتراكشن مش حاجه ثانيه. طيب هنا هشيل دي واحط والله 0.97 في 1. فيها مشكله؟ وبكده يا باشمهندس اجيب الكيو اكتشوال اللي هي هتطلع بكام؟ ب 0.0068 متر كيوب بير سكند. باشمهندس من الكيو هنا اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الفيلوسيتي 1 واجيب الفيلوسيتي 2. يبقى والله يا باشمهندس الفيلوسيتي 1 هتساوي الكيو على اريا 1 هتساوي ال 0.0068 هتقسم على الباي على 4 في ال 0.1 سكوير، والفي 2 هتساوي والله الكيو على الاريا 2 بتساوي ال 0.0068 بالظبط. شكرا ليك. اهي كل الكلام ده يا باشمهندس هتلاقيه بيساوي ايه؟ 0.866 0.866 وهنا بص مره واحده بقت 9.62. هنا متر بير سكند وهنا متر بير سكند. باشمهندس بقى معايا فيلوسيتي 1 ومعايا فيلوسيتي 2 ومعايا بريشر 1. اقدر اجيب الفي نوزل. طب سؤال بقى، ناقص لي اف 2 صح؟ ناقص لي البي 2. والله يا باشمهندس على حسب الكنترول فوليوم اللي انت واخده. يعني انا دلوقتي قلت والله انا شغال بالكنترول فوليوم من اول النقطه دي للنقطه دي، ورحت انت جبت فيلوسيتي هنا. لا يا باشا، طب ما ايه رايك ناخد كده نقطع هنا بحيث نقول ان البريشر الثاني بكام؟ بزيرو. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه رايك يا باشمهندس ناخد الكنترول فوليوم من اول هنا لحد هنا، لان انا معايا الفيلوسيتي هنا اللي طالعه. فاهم حاجه؟ فانا اقول والله ان الفيلوسيتي اللي طالعه دي يا باشمهندس البريشر عندها بزيرو. يعني دلوقتي دي بس هتتشال وتحط ايه؟ زيرو. فمعايا بي 1 اريا 1 ناقص الاف نوزل بتساوي الرو في الكيو في الفي 2 اللي انا جبتها ناقص الفي 1. هكتبها لك البي 1 اللي هي نص في 10 اس 4 في 9.81. كل الكلام ده هتضرب في الباي كل الكلام ده هيتضرب في الفيلوسيتي 2 ناقص فيلوسيتي 1 اهي. خلاص بقى الفيلوسيتي 2 ناقص فيلوسيتي 1. ومن هنا يا باشمهندس اجيب الاف نوزل هتساوي كام؟ 325.37. طيب باشمهندس انا كده حليت المثال الرابع. حد عنده مشكله فيه؟ فهمنا يا جماعه بنبدا نقطع ازاي ويعني ايه كلمه كنترول فوليوم ومومنتم ايكويشن والكلام دوت. طيب انا لسه حل 5 فما تصورش دلوقتي، تصور كله. طب اكزامبل 5 بقى بيقول لك انا والله عندي بند، عندي كوع
بالظبط، ما حصلش sudden contraction. طيب باشمهندس انا عندي دلوقتي، ركز بقى في اكزامبل 5 اهو، احنا هنا ايه؟ ما احنا قاعدين ما تقلقش. اكزامبل 5 بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي بند، البند ديت مايله بميل 120 درجه. بيقول لك والله انا عندي الكيو بتاعتي 100 لتر بير سكند، عندي البريشر عند اول نقطه هنا ب 0.7 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير، وعندي الويت ب 100 كيلو جرام، وعندي هنا دايمتر ب 30 سم، هنا دايمتر ب 20 سم، والفرق في الزد هنا ب 1.5 متر. هو عاوز الفورس في اتجاه اكس والفورس في اتجاه زد، بس كده. طب يلا بينا نشتغل. تعال نقطع، يلا تعال هقطع فين؟ اقطع عند البي واحد مثلا اهي، دي واحد تمام. واقطع فين كمان؟ تعالى والله نقطع هنا، وهقطع هنا مثلا. تمام. والله يا باشمهندس دلوقتي انا هقول سيجما الفورس بتساوي الرو، والله هنشوف في الفي 2 ناقص الفي 1. طب باشمهندس هل من هنا تقدر تجيب الفيلوسيتي 2 والفيلوسيتي 1 على طول؟ ما انا معايا الكيو معايا الاريا صح؟ تعال نجيب الفيلوسيتي 2 والفيلوسيتي 1 على طول. انت معاك الكيو بتساوي كام؟ 100 لتر بير سكند اللي هي 0.1 متر كيوب بير سكند. طيب باشمهندس هجيب والله الفيلوسيتي الاولاني بيساوي الكيو بتاعتي على الاريا 1 هتساوي ال 0.1 على الباي على الاربعه، كل الكلام ده في 0.3 ايه؟ سكوير. حد عارف انا بعمل ايه؟ كلام سهل اهو، اهو 0.1 برضو على الباي على الاربعه في ال 0.2 سكوير. كل الكلام ده يا باشمهندس لما نيجي نجيب الفيلوسيتي بتاعتي هيطلع بيساوي 1.414، والفيلوسيتي 2 هتساوي 3.18 اهي. ده كده الفيلوسيتي ثابته في كل البايظ. بالظبط. في لا مش في كل، يعني في الاولانيه والثانيه. ايوه انا بتكلم في كل بالظبط كده. طيب باشمهندس ايه؟ الحين لو كنت عندك باور خدت اللي هو نهايه البايب البريشر مش بزيرو صح عشان كده بنكمل. بالظبط، يعني انا عندي النقطه دي عندي مكمله، فعندي انا هقطع فيها حته، الحته اللي هتقطع فيها دي بقى الزد بتاعتها بواحد ونص. ماشي تمام. طيب ايه رايك يا باشمهندس؟ انا دلوقتي محتاج البريشر الثاني. على فكره انا معايا البريشر الاولاني ناقص لي البريشر الثاني بس، فانا معايا ايه؟ ومعايا زد دي ومعايا فيلوسيتي برنولي. خلاص باشمهندس والله برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 وبوينت ايه؟ 2. باشمهندس البي 1 على الجاما زائد الزد 1 زائد الفي 1 سكوير على ال 2 جي، كل الكلام ده بيساوي البي 2 على جاما زائد زد 2 زائد في 2 سكوير. بس كده باشمهندس. الزد 1 والزد 2، الزد 1 بكام؟ بزيرو، الزد 2 بكام؟ يبقى نشيل دي ونحط 1.5 ونشيل دي ونحط 0. البي 1 هتساوي 0.7 هضربها في 9.81 هضربها في 10 باور 4، كل الكلام ده على 9.810 زائد الفي 1 اهي ب 1.414 سكوير على 2. ماشي اهي كل الكلام ده يا باشمهندس بس. والسربرنج اهي هي دي. طيب يا الله. طيب ركز بقى معايا، البي 2 هتطلع بكام؟ ب 4.980 نيوتن بالمتر سكوير. باشمهندس انا جبت البريشر عند البوينت 2، هل محتاج حاجه تاني؟ اروح اجيب الاف اكس والاف ايه؟ زد. طب قول لي بقى تطبيق الايكويشن الجميله دي في الاكس وفي الزد عشان اعرف انت فاهم ولا لا. حلو جدا. في الاكس دايركشن انا عندي سمشن الاف، عندي بي 1 في الاريا 1 وبي 2 في الاريا 2 في كوزاين البي 1 في الاريا 1 زائد البي 2 في الاريا 2 في كوزاين الثيتا. الثيتا دي بقى 120 ناقص بقى يا جماعه. يعني ما لو كوزاين 120 هتبقى بالسالب، مش انا خدت في اعتبار الاتجاه خلاص يبقى دي في كوزاين دي كده. تمام. اصل لو انت خدتها في كوزاين دي هتبقى كده، هتبقى بالسالب، فالسالب بيبقى بالموجب، هنرجع نعمل كده، فخليها كده اهي كوزاين ال 60 على طول.
كل الكلام ده يا باشمهندس جبت البريشر هنا وجبت البريشر هنا، هل الويت هيخش معايا في حاجه؟ لا ده فيكس. طب حلو، الاف اكس بقى هفرض الاف اكس كده يعني يبقى بالسالب اهي، سالب اف اكس. كل الكلام ده يا باشمهندس بيساوي الرو في الكيو، دي سهله جدا، في الفي 2 ناقص الفي 1. في 2 بكام؟ الفي 2 اهي طلعتها، بس دي هتتضرب في الايه؟ في كوزين ال 60 في اتجاه النيجاتيف، صح كده؟ يعني والله هقول سالب ال 3.183 في كوزين ال 60. حد فاهم حاجه؟ اهي دي طالعه كده، دي الفيلوسيتي. هبدا اعمل كده وتبقى ماشيه كده بس. طيب ناقص الفي ان، الفي ان بكام؟ اللي هي الفي 1 على طول، بس هيبقى ناقص 1.414. كل الكلام ده يا باشمهندس عشان اجيب والله الاف اكس اللي هي هتطلع بتساوي 7810. بعد كده تجيب الاف واي. البي واحد مش مقصر معاك. والله انا هفرض الاف واي لفوق يا عم اهي. طيب البي 1 معايا في حاجه؟ لا. البي 2 حلو كده، هي البي 2 جايه كده، تبقى بساين سيتا تبقى كده نازله صح؟ تبقى سالب البي 2 في الاريا 2 في ساين الكام؟ ال 60. حد عنده مشكله في النقطه دي يا جماعه؟ حد عنده مشكله في الاتجاه؟ يا رجاله والله بجد والله. ايه؟ 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 ساين 60 منين؟ اهي دي 60. فانا عندي دي البريشر جاي كده، فكده كوزاين وكده ساين. ايه؟ ما انت قلت لك دلوقتي لو 120 يا جماعه هنلف حواليها. لف عادي؟ لف عادي، هتبقى لف كل ده بس. طيب ناقص لي دلوقتي بس الويت. الويت هو مديني 100 كيلو جرام، دي ويت اضرب 9.81. سالب ولا موجب؟ بس كده سالب. يبقى سالب 100 في 9.81. كل الكلام ده يا باشمهندس بيساوي الرو سهله، في الكيو سهله، الفي اوت البي اوت بقى نضرب الاثنين في الساين 60. كوزاين ولا ساين؟ فوق ولا لتحت؟ لا هي كده فوق. فوق على طول. يعني دلوقتي الفي 2 اللي هي بوزيتيف 3.183 في ساين ال 60 ناقص الفي ان بكام؟ شكرا. مفيش بقى في ان في اتجاه واي اللي هو في اتجاه زد يعني. تمام. احنا بص عشان بس نبقى هنا دي اف زد يا جماعه، عشان برضو ايه يبقى الموضوع مفهوم. والله الاف زد بتاعتها هتساوي 2.614 نيوتن. بس لو انت عايز تجيب الاف ريزلتنت ها سكوير سكوير وخلاص كده. ركز بقى معايا، هقول لك بص يعني دي هيتحلوا بسرعه، انت كده كده عارف الافكار، هقول لك بس لو في فكره جديده. ركز بقى. بص اول مثال دوت يا باشمهندس مثال بسيط جدا، بيقول لك انا عندي كيو داخله عندي في واي شيب، طلعت هنا برضو كيو وطلعت هنا كيو. طيب باشمهندس بيقول لك ان الفيلوسيتي هنا ب 3 متر بير سكند، وعندي فيلوسيتي 2 وفيلوسيتي 3، الديامتر هنا 0.3 0.15 0.15. قال لك البريشر عن نقطه واحد بالرقم ده 19000 او 196200 نيوتن بالمتر سكوير. قال لك انا عاوز ايه؟ عاوز الاف اكس والاف واي، وده هوريزونتال واي شيب، هوريزونتال يعني هل في ويت؟ هل في زد؟ شكرا. انت محتاج ايه؟ قال لك والله انا عايز الاف اكس والاف واي. سيجما الفورس بتساوي رو في الكيو في الفيلوسيتي ناقص الفيلوسيتي. الفورس بتاعتي عباره عن ايه؟ بريشر في اريا وبريشر في اريا، بس كده. فانت محتاج تجيب البريشر عندك هنا والبريشر عندك فين؟ هنا، وتجيب الفيلوسيتي هنا والفيلوسيتي ايه؟ هنا. طب تعرف تجيب اولا الفيلوسيتي؟ بص يا باشمهندس انا عندي هنا فيلوسيتي في دايمتر، اقدر اجيب الكيو صح؟ الكيو دي هتبدا تتوزع في اتجاهين. عندي هنا نفس الدايمتر ده هو الدايمتر ده، يعني هنا هتبقى كيو على الاثنين وهنا كيو على الايه؟ على الاثنين، صح كده؟ حد فاهم حاجه؟ يعني والله يا باشمهندس دلوقتي هقول ان الكيو واحد على طول بتساوي الاريا في الفيلوسيتي واحد بتساوي الباي على 4 في ال 0.3 تربيع في ال3. كل الكلام ده جبت الكيو هتطلع بكام على طول؟ ب 0.212. بالظبط. يعني دلوقتي يا باشمهندس الكيو دي 1 كيو 2 بتساوي كيو 3 بتساوي الكيو 1 على 2. ليه؟ لان ايه؟ الاريات ثابته. طيب يبقى دلوقتي يا باشمهندس هتساوي كام؟ قال لك والله هتساوي ده كله هيساوي 0.106 متر كيوب بر ايه؟ بير سكند. قال لك والله يا باشمهندس جبت الكيو اقدر اجيب الفيلوسيتي 2 اللي هي سبحان الله بتساوي الفيلوسيتي 3 اللي هي سبحان الله بتساوي الكيو على الاريا بتاعتها
هتساوي 6 متر بير سكند. في مشكله لحد دلوقتي؟ قال لك والله يا باشمهندس انت كده جبت الفيلوسيتي هنا والفيلوسيتي هنا والفيلوسيتي هنا، ناقص لك تجيب البريشر هنا والبريشر هنا. باشمهندس هسمي دي 2 وهسمي دي 3. ايه رايك يا باشمهندس لو طبقنا برنولي بين بوينت 1 وبوينت 2؟ اهي برنولي ما بين النقطتين دول، فانا هعمل دلوقتي والله برنولي ايكويشن ما بين نقطه 1 ونقطه 2. هل يا باشمهندس عندك زد؟ لا، يبقى انا عندي والله بي 1 على جاما اللي هي معايا زائد الفي 1 سكوير على 2 جي معايا برضه. كل الكلام ده بيساوي البي 2 على جاما زائد الفي 2 سكوير على ال 2 جي. باشمهندس انت معاك كل حاجه الحمد لله. معايا ده ومعايا ده ومعايا ده، اقدر اجيب البي 2 هجيبها على طول. هتطلع بكام؟ ب 1.82700. طيب باشمهندس انا كده يا باشمهندس جبت الايه؟ البريشر 2. طب اسالك سؤال سريع جدا جدا جدا، سؤال بسرعه. البريشر 1 لو طبقت برنولي بين بوينت 1 وبوينت 3، البريشر 3 هيطلع بكام؟ هيطلع هو بريشر 2. ليه؟ اولا عشان مفيش زد والفيلوسيتي ثابته، صح؟ فهي نفس الايكويشن. يعني ما تقولش والله ان على طول بي 2 بيساوي بي 3، لا، ده علشان بالصدفه الفيلوسيتي هنا بتساوي الفيلوسيتي هنا. طيب انا هسالك سؤال تاني، هل حقك تستخدم برنولي بين بوينت 2 وبوينت 3؟ السؤال حقك تستخدمها؟ ليه لا؟ هقول لك برنولي ايكويشن كان عنده شويه رولز. اول حاجه ان الفلو يبقى كونتينيوس. فوالله يا باشمهندس الفلو بتاعك دوت او الفلويد بتاعك بيبقى عباره عن حاجه اسمها ستريم لاينز. يعني الفلويد ده بيبقى عامل كده، ده كلمه الفلويد بالظبط. فهي واحد ليه علاقه ب3 وواحد ليه علاقه ب2، بس 2 مالهاش علاقه ب3. فاهم؟ ايه؟ يعني ايه مش فاصل؟ انا عندي سؤال، هل الميه بتتحرك من 3 ل2 او من 2 ل3 بس؟ يبقى ما اقدرش اطبق برنولي. بس حظك ان في ريليشن بين 1 و2 وريليشن بين 1 و3، فممكن اعمل ريليشن بين 2 و3، مش برنولي ايكويشن بين 2 و3. في فرق بس. مهمه المعلومه دي يا جماعه عشان قالها في المحاضره. طيب انا جبت البريشر 2 وهي سبحان الله بتساوي البريشر ايه؟ بتساوي البريشر 3. تقدر يا باشمهندس دلوقتي تقول ان السيجما الفورس بتساوي الرو في الكيو في الفي ناقص الفي؟ دي الحته بس الزياده عندي. قول لي بقى السيجما الفورس في اتجاه اكس بكام او بايه؟ كنترول فوليوم. هعمل كنترول فوليوم كده مع كده مع كده، ده الكنترول فوليوم بتاعي. ادي بي 1 في الاريا 1 اكتبها اهي. طيب وبي 2 في الاريا 2 وبي 3 في الاريا 3 هيبقوا كوزين 30 في السالب، يبقى سالب. ركز بقى، بي 2 في الاريا 2 في كوزين الكام؟ ال30 سالب كمان. البي 3 في الاريا 3 في ايه؟ في كوزين الايه؟ ال30. في مشكله؟ في مشكله؟ كل الكلام ده يا باشمهندس دلوقتي الفلويد بتاعي جاي كده، فانا رد الفعل كده يبقى ناقص اف اكس. كل الكلام ده بيساوي الرو في الكيو. ركز بقى، الفي اوت ناقص الفي ان. اوت، الاوت بقى بكام؟ الاوت هيبقى بوزيتيف الفي 2 والفي 3 في الكوزاين الله ينور عليك. ناقص الفي. الله ينور عليك، الراجل ده بيتكلم صح. قال لك يا باشمهندس انا عندي في 2 وفي 3 كوزاين، الاثنين دول عباره عن اوت فيلوسيتي. يعني بتساوي الاتي، بص الفي 2 زائد الفي 3 كوزاين الثيتا. كل الكلام ده ناقص الفي 1. ايه رايك؟ حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ الناس اللي ورا فاهم اي حاجه؟ ماشي. طيب في اتجاه واي بقى، في اتجاه واي مش هيفرق في حاجه. عندي بي 2 في الاريا 2 كده وكده، هتلاقي ان دي راحت مع دي فبقت بزيرو، هيبقى اف واي. طيب بتساوي الرو في الكيو في الفي ناقص الفي. الفي ناقص الفي بكام؟ بزيرو برضه، لان ديت هتيجي كده ودي هتيجي كده فيبقوا عكس بعض. ومفيش ان، مفيش فيلوسيتي ان، فالفيلوسيتي فورس كلها في اتجاه واي بكام؟ شكرا. في مشكله؟ طيب المثال اللي بعده بيقول لك والله انا عندي كيو ماشيه، الكيو دي ماشيه في البايب ورايحه للبايب، والبايب ديت قال لك على الهواء انتو اتموسفير. يعني البايب دي مطلعه ميه على الايه؟ على الهواء. قال لك والله تعالى مع بعض نجيب الاف اكس والاف واي.
اف واي ولا اف زد؟ هوريزونتال اف واي. يلا بينا نجيبها. باشمهندس معايا كيو، اقدر اجيب الفيلوسيتي هنا والفيلوسيتي هنا، يبقى جبت فيلوسيتي 1 وجبت فيلوسيتي 2، طبعا مش هيساوي بعض طبعا. الراجل ده بيتكلم صح. الفيلوسيتي 1 هتساوي 4.24 والفيلوسيتي 2 هتساوي 9.55. حلو، جبت الفيلوسيتي، ناقص لي اجيب البريشر. اجيب البريشر ازاي؟ قال لك يا باشمهندس بص، نقطة 1 اهي ونقطة 2 بره، واخد كنترول فوليوم كده. فوالله يا باشمهندس بقى عندي البي 1 على جاما زائد، طبعا مفيش زداد، ها؟ الفي 1 سكوير على 2 جي، كل الكلام ده بيساوي البي 2 على جاما اللي هي سبحان الله قال لك بصفر، زائد البي 2 سكوير على ال 2 جي. معاك ده ومعاك ده تقدر تجيب البي 1 صح؟ البي 1 لما تيجي تجيبها اهي نيوتن بير متر سكوير. باشمهندس معايا البي 1، بي 1 في الاريا 1 ناقص الاف اكس بتساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي في الكوزاين او الساين، وابدا اعيش معايا وجبت الاف اكس، وبرده تجيب الاف واي. هل هيبقى فيه اف واي؟ هيبقى فيه اف واي؟ مش حاجه في سنه. هل عندك بريشر؟ في الواي مفيش بريشر صح؟ مفيش بريشر خالص. انا هاخد كنترول فوليوم هنا فمفيش بريشر، وهنا كده كده البريشر بزيرو. طيب انا عندي دلوقتي ناقص لي بس اف واي بتساوي الرو في كيو في الفي ناقص الفي. الفي اوت هل ليها ماجنتيود؟ الفي اوت لما تيجي تبقى ساين هيبقى ليها ماجنتيود. فالفكره كلها ان في فورس برغم ان مفيش بريشر، بس في فورس عندي في اتجاه واي. فهمنا حاجه؟ هكتبها لك برضو. البريشر ايه؟ البريشر بيزيرو بره، بس هنا كان في بريشر، بس حظي ان هو في اتجاه اكس بس. فوالله ان يعني هكتبها لك برضو، يعني الكلام ده كله مكتوب في الورق اهي. اف واي بتساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي ناقص الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هنا بزيرو وهنا هتساوي الفيلوسيتي 2 في ساين 45 بس. صور يا باشا. طيب ركز بقى معايا، الموضوع بتاع الجزء بتاع الجيتس دوت الدكتور ما شرحوش في المحاضره، بس هو عليه مساله في الشيت، فانا عايزك تفهم اصلا الموضوع عامل ازاي. قال لك والله يا باشمهندس في حاجه اسمها جيتس. الجيتس دي عباره عن ايه؟ قال لك والله بتبدا تحبس شويه فوليوم من الميه، وبتبدا تفتح الجيت واحده واحده تعدي شويه فوليوم، على حسب بقى انت عاوز الليفل بتاع الميه يبقى كام. يعني لو في فلاد، يعني لو في فيضان عندي، زود الليفل بتاع الميه فوق، وصل لهنا لا افتح الجيت على طول، نزل شويه ميه في الداون ستريم عندك وارجع اقفل الجيت تاني لحد ما توصل للليفل دوت. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يا باشمهندس انا عاوز نتيجه ان انا عندي ميه هنا ونتيجه ان انا عندي ميه هنا، انا عاوز الرياكشن او رد فعل الجيت على الفورس بتاعت الميه. هي مش الميه دي هتسبب بريشر على الجيت والميه دي هيبقى عكس البريشر؟ فاكر يا باشمهندس لما كنت بتقول انا عندي هنا ميه فانا عندي هنا المثلث الجميل، وعندي هنا ميه فانا عندي هنا المثلث الجميل؟ قال لك فانا معايا والله فورس هنا وفورس هنا، فتبدا بقى تاخد كنترول فوليوم كده وتقول والله في الكنترول فوليوم دوت انا عندي فيلوسيتي ان وعندي فيلوسيتي اوت وعندي رو وعندي كيو، اعمل المومنتم ايكويشن زي ما انا عايز، وابدا اجيب كل هدفي ان انا اجيب الرياكشن بتاع الجيت على الميه. حد فاهم حاجه؟ في مشكله؟ طيب ركز بقى معايا. قال لك يا باشمهندس، والجزء ده يا جماعه على فكره هتاخدوه بالتفصيل الممل في الهيدروليكس الترم الثاني باذن الله. قال لك والله الجيت دوت موجود على اوبن تشانل ترعى. قال لك والله الميه بتاعتك في الحقيقه الميه بتاعتك اول ما تيجي تقرب من الجيت بتعمل كده، بتطلع بكيرف لفوق. ايه؟ هي مش الاستنجيشن، لا هي دي ليها علاقه بالكيرفز بتاعه زونز، هتشوفها الترم اللي جاي باذن الله على حسب الزون اللي انت واقف فيها. المهم يعني ان انا عندي دلوقتي الميه بتيجي تطلع هنا تخبط في الجيت، وتحت بقى بتنزل كده بص. فانا والله يا باشمهندس في الحاله ديت انا عندي 3 بوينتس قدامي، ركز بقى معايا. انا هبدا انجلكت الميه اللي طالعه دي، مش تفرق معايا في حاجه، وهبدا اقول ان انا عندي بوينت واحد اهي، وعندي هنا بوينت 2، وعندي هنا بوينت 3. يبقى انا عندي كام بوينت يا جماعه؟ 3. هو ايه الفرق يا باشمهندس ما بين بوينت 2 وبوينت 3؟ الاثنين متحركين على فكره. الفرق كله ما بين بوينت 2 وبوينت 3 ان انا عندي في بوينت 3
الاريا فينا كونتراكتا. فاكر الكلام بتاع الفينا كونتراكتا؟ الاريا بتاعت الفينا كونتراكتا مش كانت بتساوي الكوفيشن اوف كونتراكشن في الاريا الكبيره؟ فقال لك والله الاريا بتاعت الميه هنا اقل من الاريا بتاعت الميه هنا، فهتفرق معايا في الفيلوسيتي. لان انت الهدف بتاعك ان انت تجيب فيلوسيتي اوت ناقص فيلوسيتي ايه؟ ان، عشان اجيب المومنتم ايكويشن. حد فهم حاجه؟ طيب باشمهندس ما فهمتش، امسح ونبدا نحل المثال. يعني هي شبهها شويه، بس انا ما كنتش بطبق فيها مومنتم ايكويشن لان التانك كان فيه ميه ثابته، كانت ستاتيك بريشر. هنا بقى نبدا نتكلم عن دايناميك بس. طيب ركز بقى معايا، المثال بيقول لك ايه؟ ركز، بيقول لك والله يا باشمهندس، خلاص يا رجاله، خلاص يا رجاله، بيقول لك يا باشمهندس انا عندي جيت فيرتيكال، الجيت ديت موجوده في اوبن تشانل. قال لك الجيت دي حبسه ميه ارتفاعها 5 متر، كويس؟ وقال لك الفتحه بتاعت الجيت ارتفاعها نص متر. وبيقول لك يا باشمهندس ان الكوفيشن اوف كونتراكشن ب 0.6، الكوفيشن اوف ديسشارج ب 0.55، الووتر ديبس ب5، والاوبننج بنص متر. ده اللي انا قلته. انا عاوز ايه؟ قال لك والله انا عاوز الفورس الاكزerted باي ووتر اون جيت. انا عايز الفورس نتيجه الووتر على مين؟ على الجيت. باشمهندس عشان اجيب مومنتم ايكويشن انا محتاج اجيب الفيلوسيتي، صح ولا مش صح؟ هات لي الفيلوسيتي. اعمل ايه؟ في حاله الجيتس انا عندي كام بوينت؟ 3. هطبق برنولي ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي. فيها مشكله؟ اهي ما بين النقطه دي يا عم 2 ودي نقطه 1. بيقول لك والله يا باشمهندس انا هعمل دلوقتي برنولي ايكويشن بتوين بوينت 1 وبوينت 2. فوالله انا عندي البي 1 على الجاما زائد زد 1 زائد الفي 1 سكوير على ال2 جي، كل الكلام ده بيساوي البي 2 على الجاما زائد زد 2 زائد الفي 2 سكوير على ال2 جي. في مشكله في الكلام ده؟ طيب باشمهندس البي 1 بكام؟ بزيرو. طب البي 2 هتبقى بزيرو لان انا هاخد النقطه يا جماعه عند الاتموسفيريك في النقطه دي كده، فهتبقى بزيرو. يعني النقطه دي هتبقى بزيرو ودي هتبقى بزيرو. طب الزد 1 الزد 1 عند النقطه دي ماشي خلاص، لو انت عايز دي ب5 وده يبقى الديتم ودي تبقى نص عادي. زائد تعرف تشيل الفيلوسيتي وتحط كيو؟ تعرف تشيل الفيلوسيتي وتحط كيو؟ تمام؟ يعني هتبقى كيو سكوير على الاريا 1 سكوير، كل الكلام ده في 2 جي، كل الكلام ده بيساوي الزد 2 بكام؟ بنص، زائد الكيو سكوير على الاريا 2 سكوير، كل الكلام ده في ايه؟ في 2 جي. انا ليه يا باشمهندس بس شلت الفيلوسيتي وحطيت الكيو؟ عشان ما معيش الفيلوسيتي بس معايا اريا. الاريا بقى بكام؟ اولا هو قال لك جيت الفورس اكزerted باي ووتر اون جيت ولكن لليونت ويتس، ده اول حاجه. كلمه اليونت ويتس يعني انت بتاخد عمق واحد، يعني انت بتاخد عمق كده كام؟ 1 متر، ونفس الكلام تحت. طب انا هسالك سؤال، انت فاكر يا باشمهندس لما كان عندي الوير وقلت لك يا باشمهندس انت بتضرب او بتقسم على انهي اريا؟ قلت لك لازم الاريا تبقى بيربنديكولار على الايه؟ على اتجاه الفيلوسيتي، صح؟ الفيلوسيتي ماشيه كده، يبقى الاريا هاخدها هي 5 في ايه؟ في 1. طب الفيلوسيتي ماشيه كده، يبقى الاريا هاخدها هي نص في كام؟ في 1. حد فاهم حاجه؟ طيب باشمهندس انا هشيل دي واحط 5، وهشيل دي واحط كام؟ نص. تعرف يا باشمهندس تجيب الكيو؟ معادله في مجهول واحد اهي. بس الكيو دي يا باشمهندس كيو ثيوريتيكال ولا اكتشوال؟ ثيوريتيكال، صح؟ لو انا عايزها اكتشوال ما معايا السي دي، يبقى انا يا باشمهندس دلوقتي هقول والله ان الكيو اكتشوال بتساوي السي دي بكام؟ ب 0.55. كل الكلام ده في الكيو ثيوريتيكال بيساوي، هتساوي كام على طول؟ 2.6. باشمهندس معايا كيو اقدر اجيب فيلوسيتي 1 وفيلوسيتي 2 وفيلوسيتي 3. بص بقى نعرف نجيب الكلام ده ازاي. فيلوسيتي 1 سهله قوي، والله انا الفيلوسيتي 1 هتساوي الكيو على الاريا 1 اللي هي على 5، والفيلوسيتي 2 هتساوي الكيو على الاريا 2 اللي هي بنص. طيب هتطلع بتساوي كام؟ دي فيلوسيتي اكشوال، ها؟ لان انا هجيب كيو اكشوال. طيب هتساوي والله 0.52 متر بير سكند، وهنا 5.2 متر بير سكند اهي اهي. طيب باشمهندس انت جبت دلوقتي الفيلوسيتي 1 والفيلوسيتي 2، هبدا اطبق المومنتم ايكويشن على انهي كنترول فوليوم؟ ده بقى السؤال. هنقطع الأولية مش الحاجة بتاعت الصرف.
قال لك بص انا هقطع دلوقتي القطعه الجميله دي، بص القطعه دي قطعيه حلوه قوي، هقطع كده كده بحيث اخد الفي اوف الكونتراكشن او الاريا كونتراكشن. تعرف يا باشمهندس تجيب الفيلوسيتي عند النقطه بتاعت الاريا كونتراكشن ازاي؟ مش انا دلوقتي الاريا كونتراكشن بتساوي الاريا الكبيره في السي اوف كونتراكشن، يعني انا دلوقتي هقول والله ان الاريا كونتراكشن هتساوي ال 0.6 هضربها في نص، دي فيها مشكله؟ تطلع ب 0.3 واروح اجيب الفيلوسيتي اوف الكونتراكشن او الفيلوسيتي 3 خلينا نسميها 3 هتساوي الكيو اللي هي 2.6 كيو اكتوال على 0.3. طبعا هتطلع فيلوسيتي اكبر، تطلع بتساوي كام؟ 8.667 متر بير سكند. الفكره كلها يا جماعه انا عملت كل ده ليه بقى؟ عشان اعمل الحركه الاتيه. بص يا باشا، اجيب والله الجيت ده اهو واقول والله الجيت ده يا باشمهندس حابس ميه وعنده شويه ميه هنا. نتيجه ان هو حابس ميه فاكيد انا عندي فورس كده صح؟ وهنا عندي فورس ازاي؟ كده. باشمهندس فاكر الفورس دي كانت بتجاب ازاي؟ الفورس هنا سميها فورس 1 وهنا فورس 2 وهنا انا عندي ار. الايه؟ الاريا اوف كونتراكشن هي بتساوي السي سي اهي الكوفيشن اوف كونتراكشن في الاريا اللي هي النص متر. طيب باشمهندس انا كل اللي انا عملت ده والله انا كل اللي عملت ده عشان اجيب الفيلوسيتي اللي خارجه بس. اجيب الفيلوسيتي 3 ليه؟ عشان ابدا دلوقتي اطبق المومنتم ايكويشن اللي بتقول لي الاتي. يا جماعه بالله عليكم ركزوا معايا بالله عليكم. هقول والله ان الفورس في اتجاه اكس سيجما الفورس في اتجاه اكس بتساوي الرو في الكيو في الفي ناقص الفي ان ناقص اوت. ان ناقص اوت تمام على الوتر على الجيت. يعني ده الرياكشن ماليش دعوه بيه. هقول والله الاف اكس بتاعتي بقى هي ايه؟ والله هي اف 1 ناقص اف 2 قال لك زائد ار. هبدا اقول ان الميه على الجيت هتبقى عامله كده، فيها مشكله؟ ويشيل دي يا عم. فيها مشكله؟ لو انا عايز رد الفعل تبقى عكس الاتجاه بس. تاني يا جماعه هو الفكره كلها ان هو سال هنا نتيجه تاثير الميه على الجيت، فتاثير الميه على الجيت كده بس. طيب كل الكلام ده بيساوي الرو في الكيو في الفي ان بكام؟ الفيلوسيتي اللي داخله اللي هي في 1 صح اهي في 1 ناقص الفيلوسيتي اللي خارجه في 3. شكرا. يعني انا كل الهدف اللي فوق ده عشان اجيب الفيلوسيتي. الاف 1 بقى بكام والاف 2 بكام؟ طب مش ممكن اروح اقول ان الاف 1 دي هي الجاما في الاتش بار في الاريا 1 ناقص الجاما في الاتش بار في الاريا 2 صح ولا مش صح؟ زائد الار. الجاما دي بكام؟ ميه. طب الاتش 1 بار بكام؟ فاكر كنت بايه؟ من اول النقطه اللي في النص لحد فوق يعني كام؟ 2 ونص. نص الخمسه اللي هي 2 ونص. الله ينور عليك. في الاريا 1 الاريا الخمسه في الواحد صح كده اللي هي 5 ناقص الجاما اللي هي 9 8 1 0 هضرب فيه الاتش 2 ايه؟ يا 4.75 دي تاني يا جماعه الاتش 2 بار اجيبها ازاي؟ انا معايا الاريا كونتراكشن ب 0.3 ايوه شكرا. يبقى 0.3 على ايه؟ الله ينور عليك. يعني 0.3 على الاثنين. الله اكبر عليك. يعني 0.15 كل الكلام ده هيتضرب في ال 0.3 زائد الار وكمل عشان اجيب الار. هتلاقي تجيب الار يا باشا هتطلع بكام بقى؟ تطلع ب 10 10 50 اهو نيوتن طبعا. شكرا. حد فاهم حاجه يا جماعه في حوار الجيتس؟ ايه اللي حصل؟ هو احنا انا بص انت دلوقتي وقعت بس في الحته بتاعت انهي اريا صح؟ بص
الفكره اللي انا كنت بسالك الجاما دي ب 9810 الاتش 2 بار ده بكام؟ فده اللي انا سالته. الفكره كلها اتش 2 هو نص المثلث صح؟ انا لما جيت حسبت الاريا 2 او الاريا 3 طلعت دي ب 0.3 فنصها كام؟ 0.15 بس كده بس. طيب صور يا باشا. مين عنده سؤال؟ انت ازاي ده مش فاهم مثلا ازاي الميه بتتحرك في نفس الوقت؟ وايه المشكله؟ طيب ما هو الميه برضو كانت بتتحرك في البايب وكنت بتقطع وتقول بريشر في اريا صح؟ ما نفس الكلام عملته هنا. ايه لا ما هو هنا اصلا على فكره الفورس دي هي بريشر في اريا برضو، بس الفكره بقى ان البريشر ديستريبيوشن اتغير فبقى عباره عن المثلث. الناحيه الثانيه كنت انا بعتبر ان البريشر ديستريبيوشن عباره عن ريكتانجل كده، فكنت بضرب بريشر في الاريا اللي قدامي بس. انما هي همسح اهو يا جماعه. بص خلصنا دي سبحان الله وخلصنا كمان دي الحمد لله. طيب هيا بنا نمرح. بص بقى خلاص بقى يا رجاله ركزوا معايا. حته كده يعني صغيره هيبدا يوسعها جامد جدا في شابتر 7، والحته دي على فكره من اهم الحتت، او شابتر 7 ده من اهم الشباتر او هو اهم شابتر اصلا لو انت ناوي تخش في المجال بتاع الهيدروليكس والبايبس والشبكات والحته دي، لان هو بيبدا يدرس البايب ماشيه ازاي واللوسز عامله ايه والبرنولي بص شابتر 7 ده مهم قوي 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 في حياتك يعني. طب تعال بقى نبدا نركز. هو هنا شرح ايه في شابتر 5؟ في اخر شابتر 5 قال لك والله انا هبدا اشرح حاجه اسمها اللوسز داوي 2 نتيجه حاجه اسمها السادن انلارجمنت. قال لك البايب هو السادن ديس، انا مسميها سادن ديس، هي ما اسمهاش سادن ديس اصلا، انا مسميها سادن ديس. لو انت بتلعب مش عارف كنت انتم ميدل وولف تيم فاكرين الكلام ده؟ حلو. كان مره واحده كده لو انت جالك مره واحده اللوسز او الانرجي بتاعتك مره واحده قلت بيقول لك سادن ديس صح كده؟ قال لك هو انا مسميها كده بس عشان هو مره واحده الانرجي بتقل مره واحده. نتيجه ايه؟ قال لك والله انت بتبدا تقسم الفلويد بتاعك لعباره عن شويه ستريم لاينز صح؟ فبتبدا تدرس كدراسه بتبدا تدرس الستريم لاين ده هيمشي ازاي. فهتلاقي ان الستريم لاين بتاعك ده هيمشي كده، بتلاقيه بيمشي كده بص كده الله اكبر، ومن تحت برضه هيبقى عامل كده اهو. فوالله يا باشمهندس بيبقى فيه شويه هنا ايه؟ قال لك دي حاجه اسمها التربلنس او اللوسز في الانرجي. دي عباره عن لوسز في الانرجي نتيجه السادن انلارجمنت. النوزل يا جماعه الفرق ما بين السادن انلارجمنت والنوزل ان النوزل اولا كان بتقلل اريا بس كانت بتقللها ايه؟ جرادولي على الهادي خالص مش سادن مره واحده. قال لك والله انا بقى الهدف بتاعي ان انا احسب دلوقتي حاجه اسمها الهيد لوسز ولكن از فانكشن في الفيلوسيتي. فاهم حاجه؟ يعني عايز اجيب الهيد لوسز اللي هو الاتش لوسز ولكن فانكشن في الايه؟ في الفيلوسيتي بتاعتي. فانكشن في الفيلوسيتي اللي داخله والفيلوسيتي اللي ايه؟ اللي خارجه. فقال لك والله يا باشمهندس انا عشان ابدا اعمل كده هطبق برنولي ما بين نقطه واحد وما بين نقطه ايه؟ 2. طبق يا باشا يلا. البي 1 على جاما زائد زد 1 زائد الفي 1 سكوير اوفر 2 جي، كل الكلام ده بيكوال بي 2 اوفر جاما زائد الزد 2 زائد الفي 2 سكوير على ال 2 جي، كل الكلام ده زائد ايه؟ هيد لوسز. انا بقى محتاج اجيب دي بس. قال لك والله يا باشمهندس الزد كده كده اصلا ده هوريزونتال في الزدات. طب باشمهندس البي 1 على جاما اهي، هبدا اخلي الهيد لوسز لوحدها اهي بتساوي البي 1 على جاما. ايه رايك؟ الله ينور عليك. ها زائد الفي 1 سكوير على ناقص الفي 2 سكوير على ال 2 جي، وقول ان دي اول معادله. وبكده يا باشمهندس يبقى جبت علاقه ما بين الهيد لوسز وما بين الدلتا بريشر مع الفيلوسيتي. انت عاوز تشيل الدلتا بريشر دي وتحط فيلوسيتي. فراح قال لك هبدا اخش على تاني ايكويشن اللي هي المومنتم ايه؟
ايكويشن. المومنتم ايكويشن كانت بتقول لك ايه؟ اقطع كنترول فوليوم وابدا بص. انا عندي والله اقطع كنترول فوليوم. بص بقى الكنترول فوليوم اللي انا هقطع كنترول فوليوم هنا اللي هو جاست قبل على طول السادن ديس. هو ده كده شايفه؟ قال لك والله انا هقطع كنترول فوليوم كده. فوالله يا باشمهندس لما انت تيجي تقطع كنترول فوليوم كده بيبقى عندك تو بريشرز. قال لك انا عندي بريشر كده هسميه بي واحد، وعندي بريشر تاني كده اسمه البي داش. نتيجه السادن ديس دي يا جماعه الجدار اللي فوق ده عليه بريشر اسمه بي داش. طب ركز معايا هقول لك والله يا باشمهندس انا دلوقتي هطبق المومنتم ايكويشن بتقول الاتي: البي واحد في الاريا واحد دي فيها مشكله زائد البي داش مقصره فوق ومقصره تحت. فانا هقول والله ان البي داش في اريا 2 ناقص اريا 1. صح ولا مش صح؟ فيها مشكله؟ كل الكلام ده يا باشمهندس انا جبت البريشر هنا. طب ينفع يا باشمهندس تجيب البريشر هنا؟ هقول ناقص ايه؟ بي 2 في ايه؟ في الاريا 2. كل الكلام ده يا باشمهندس بيساوي الرو في الكيو في الفي 2 ناقص الفي 1. تاني يا جماعه بصوا في حته الجدار بس في السادن ديس هو كل اللي هو قاله لك يا عم انا هقول لك حاجه، هعتبر ان انا هاخد كنترول فوليوم هنا كده. بص كده مش لو انت خدت كنترول فوليوم هنا كده اللي هو بص ما بين النقطه دي والنقطه دي ملي، فمش هيقل البريشر، هيبقى البريشر هو فاقول والله ان البريشر اللي جاي ده كله هيبقى في الاريا دي كلها. تمام؟ ده اللي انا هعمله دلوقتي بالظبط. يعني انا من هنا هقول والله ان البي داش بتساوي البي دوت من التجارب. لا اقصد ليه اتجاه البي داش اصلا يمين مش شمال؟ ما انت شوف انت قاطع، انا قاطع كده. بص انا قطعت فين؟ قطعت في النقطه دي كده. ماشي. فاكيد في بريشر كده. مش قلت لك انت بتقطع وتبص واقطع وابص؟ صح؟ يعني دي عشان كده ناقص ودي زائد. عشان مثلا البي واحد كده المفروض ان يبقى عكسها في وشها مش في نفس الاتجاه. الكيو واحد الفرق بين البي داش والبي واحد. مالها؟ البي واحد يمين المفروض ان اللي عكسها بقى. عكسها بي داش؟ لا ده بي داش معاها. مين اللي عكسها؟ متوقع ان البي داش تبقى عكسها عشان يعني من فوق، قصدك من فوق كده صح؟ لا ما انا قلت لك بقى اقطع بس اللي هو جاست جنب الجدار. تمام؟ طيب باشمهندس هم لقوا ان البريشر داش هو البريشر واحد. ده من التجارب المعمليه. فوالله نبقى بي واحد في الاريا واحد زائد بي داش في الاريا 2 ناقص البي داش في الاريا واحد. مش دي تروح مع دي؟ صح؟ فهيبقى ايه؟ هيبقى بي واحد في اريا 2 ناقص بي 2 في اريا 2. حد معترض؟ بتساوي الرو ايه؟ طيب بتساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي 2 ناقص الفيلوسيتي 1. في مشكله في الكلام ده؟ باشمهندس الكيو دي كل اللي انا هعمله هشيلها واحط اريا 2 في في 2. فالاريا هتروح مع الاريا هتروح مع الايه؟ الاريا. هيبقى ايه بقى يا باشمهندس؟ هيبقى والله ركز بقى البي واحد ما هو ده الهدف بتاعي ناقص البي 2 بتساوي الرو في بص الرو في فيلوسيتي 2 سكوير ناقص فيلوسيتي 1 فيلوسيتي 2. حد فاهم دي جت منين؟ الفيلوسيتي 2 دخلت هنا بقت سكوير، دخلت هنا بقت في 1 في 2. في مشكله؟ صباح يا باشا زي ما انتوا. نوطي صوتنا بقى يا جماعه. دلوقتي انا عندي هنا هقسم على جاما. مش انا محتاج يا جماعه بي 1 على جاما ناقص بي 2 على جاما؟ ما هو ده الهدف بتاعي. فانا هقسم على ايه؟ هقسم على جاما اهي. طيب باشمهندس لما تيجي تقسم على جاما هتبقى بي 1 على جاما ناقص البي 2 على جاما. قال لك بتساوي الرو دي يا باشمهندس مش ممكن تشيلها وتحط انها، او ممكن تشيل دي وهي بتساوي الرو في الجي، فالرو تروح مع الرو يبقى الجي تحت. فيعني هتساوي الفي 2 سكوير ناقص الفي 1 في 2 كل ده على ايه؟ باشمهندس مش ممكن تشيل دي كلها من هنا وتحط بقى اللي هي ليها علاقه بالفيلوسيتي؟ صح؟ فيا باشمهندس دلوقتي الهيد لوسز بتاعتي هتساوي الرقم الجميل ده اللي هو في 2 سكوير ناقص الفي 1 في 2 على الجي ده بتاع دي. هات بقى الباقي زائد في 1 سكوير على 2 جي ناقص الفي 2 سكوير على. تعرف تسمبليفاي الموضوع؟ تعرف تبسط الحاجه؟
هبسطها لك. لو عندك طبق اهو، الفي 2 سكوير على الجي ناقص الفي 1 في 2 على الجي زائد الفي 1 سكوير على ال 2 جي ناقص الفي 2 سكوير على 2 جي. حد عارف انا عملت ايه؟ هنا وهنا. دي سهله مش الدرجات دي يعني. طيب الفي 2 سكوير على الجي ناقص الفي 2 سكوير على 2 جي، مش يبقى نص في 2 صح؟ يا ولا لعيب اهي. فهيبقى والله في 2 سكوير على ال 2 جي ناقص في 1 في 2 على الجي زائد في 1 سكوير على 2 جي. تعرف يا باشمهندس تضرب هنا في 2 وهنا في 2 هيفرق في حاجه؟ فتجمع الجيهات دي كلها تحت هتبقى 2 جي تحت، وهيبقى فوق ايه؟ هيبقى فوق في 1 سكوير وفي 2 سكوير ناقص في 1 في 2 اللي هي ايه بقى؟ الفي 1 ناقص الفي 2 كل سكوير. فاكر الكلام دوت؟ يعني كل الكلام ده بيساوي الهيد لوسز اهي. الحمد لله رب العالمين. فتبقى الهيد لوسز يا باشمهندس بتساوي ايه؟ اهي اهي في 1 ناقص في 2 ولا في 2 ناقص في 1؟ اكيد في 1 ناقص في 2 مش هتفرق في حاجه اصلا ان هو تربيع. ودي يا باشا اهي وبروز. وهقول لك حاجه، حقك تستخدم العلاقه دي على طول في حاله السادن انلارجمنت انك تجيب الهيد لوسز. عايز اديها يا باشا بس. تمام؟ ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ماشي خلاص. لا 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 انا بس بقول لك بحيث لو حصل اي نقطه في الموضوع عايز تديها. ودي الله الله. طيب بيقول لك بقى لو ركز بس، بيقول لك لو sudden contraction هي برضه sudden death برضه هيد شوت برضه في دماغك اهو. مش عارف انتوا كنتوا عايشين في ميدل ازاي. طيب بيقول لك sudden contraction اهي. بص بقى الموضوع بيمشي ازاي. تعالى امشي لك دلوقتي الفلويد على انه ستريم لاين. فانا هبدا دلوقتي الفلويد هيمشي ازاي. بص بيمشي ازاي، بيمشي كده وبيرجع اهو كده وبيمشي كده اهو كده، فاهم؟ ومن تحت يبقى عامل كده. فبيبقى عندك هنا حاجه اسمها اريا كونتراكشن عند الحته دي، والحته دي طبعا انرجي لوست، فاهم حاجه؟ فبيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك طب ما ايه رايك ما بين الاريا كونتراكشن وما بين الاريا الكبيره كانه سادن انلارجمنت، فاهم حاجه؟ حد عارف انا بشب ليه؟ عشان اوريك بس اريا كونتراكشن واريا كبيره. طيب هروح اقول بقى ان الهيد لوسز بتاعتي سبحان الله بتساوي في ناقص في سكوير على 2 جي. الفي بتاعت الكونتراكشن ناقص الفي 2 اللي هي هنا. تاني يعني دلوقتي يا صديقي الموضوع كله ماشي ازاي؟ انا بدات اشوف الستريم لاين بتاعي ماشي ازاي، فلقيت ان الستريم لاين بتاعك بدا من الكبير وبدا ينزل كده اهو. فبقول لك والله شايف النقطه دي يا ركان والنقطه دي، مش ده كانه حصل سادن انلارجمنت مره واحده. فهبدا دلوقتي كاني مش شايف السادن كونتراكشن وهعملها. والله الهيد لوسز بتساوي الفيلوسيتي بتاعت الكونتراكشن ناقص الفيلوسيتي 2 سكوير على 2 جي، نفس الايكويشن دي. ايه؟ معلش بقى في سؤال، هو مش ده المفروض يحصل هيد لوسز برضه ديو تو طبعا ما هو بقى راح قال لك ايه؟ ان انا طبعا عندي هيد لوسز هنا. راح الدكتور قال لك والله ان نسبه 90 ل 85 ل 90% الهيد لوسز بتبقى هنا. اهمل الباقي. فمالكش دعوه بالباقي. هنعتبرها كده. ده احنا هنا ده وانت في ثانيه مدني بس. تمام؟ يا رب ما تكبر. طيب حد فهم حاجه في اللوسز؟ انا الهدف مني بس ان انت تجيب ان الهيد لوس بيساوي ده ناقص ده سكوير على 2 جي. بس هنبدا بقى دلوقتي نحل الاكزامبل رقم 9. شباب عايزين نشتغل ليك طيب. الاسبوع اللي فات بالظبط. ازاي دي كانت احلام. هنخش زي باقي الناس على الكباري وانا ان شاء الله على المؤخرة يجي الشركه مش ده عليهم ده كلك اخر شباب شباب الكلام ده مش اليوم
حتى لو لازم ندي يوم خلص. بس انا بقدر جدا في جزء كبير شويه حاجه صغيره مش غلط. انا بجد بس انا حلو كويس ان انت ما اعرفش معلش بقى انا عارف ما ينفعش كده يا باشمهندس. بس الراجل العشوائي ده ورقتي كوبي بيست. وجبته كام؟ هو جاب 12 انا جبت 18. ما شاء الله. استنى بس. طب ازاي؟ كده يا اما انا بعدين ازاي كوبي بيست وهو كان نماذج؟ هو انا نفس الاسئله بالظبط نفس الارقام نفس الارقام؟ ما رجعتش بس ماشي. احنا بس انه الفكره ان احنا زي بعض بالملي وفي النهايه هو كمان غلط عشان غلطنا هو جاب على الملي. بص دلوقتي انا مش عارفها ازاي بصراحه، دي غريبه. يعني انا عايز بس اهم حاجه توصل لي هو لا عشان تسالني فاكر بص المساله هنا متقسمه لجزئين. اول جزء بيقول انا عندي sudden enlargement بدا من 25 سم راح ل 35 سم مره واحده، ومديني الكيو بتاعتي، فالكيو كده كده ثابته. قال لك انا عايز الهيد لوسز وعاوز الدلتا بريشر. اجيب الفيلوسيتي الاول، صح؟ ده الهدف. باشمهندس والله بسم الله الرحمن الرحيم. فيلوسيتي 1 بتساوي الكيو على اريا 1 اهي يا باشمهندس اهو، باي على الاربعه، كل الكلام دوت في الدايمتر اللي هو 0.25 سكوير اهي. طيب هيطلع بكام يا باشمهندس الفيلوسيتي 1 والفيلوسيتي 2؟ 1.22 اهو متر بير سكند، وهنا عندك 0.636 متر بير سكند. باشمهندس جبت الفيلوسيتي 1 والفيلوسيتي 2 ركان. يلا القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه؟ ايوه الهيد لوس بتساوي ايه؟ بس ايوه بس يبقى انا كده جبت الانرجي لوسز اهو. شكرا. ودي يا باشا 1.22 0.6236 كل الكلام ده سكوير على 2 في 9.81. باشمهندس جبت الهيد لوسز تطلع بكام؟ ب 0.018 متر. باشمهندس جبت الهيد لوسز بس هو عاوز كمان الدلتا بريشر. ايه؟ اعمل ايه يعني؟ احنا عندنا شغل مفروض بقى بيقول لك ان في واحد على شيء على ضم ناقص في 2 على ضم بتساوي في سكوير الاحمر ده؟ ايوه فين الهيد لوسز في الموضوع؟ عايز تجيب دي على طول؟ طب ما الرقم مش عارف يجيبها. لا ما انت حافظ دي على طول. لا نعتبر كلنا ركان ننزل تحت قوي. تمام؟ فانا هعمل برنولي ايكويشن ما بين النقطتين بس. طب انت صح يا ابني اهي اهي. باشمهندس ركز معايا خلاص. الزد ما فيش زدات، الهيد لوسز اهي تمام. معايا الفيلوسيتي 1 ومعايا الفيلوسيتي 2 اقدر اجيب الديفرنس بين التو بريشرز، صح كده؟ اجيب الدلتا بريشر خلاص كده. كل الكلام ده هيساوي سالب 373. ايه؟ هو مديني هنا. بص هو مديني كيو فهي اكتشوال، ما دام مش مديني سي دي ولا سي في ولا سي خلاص. طيب باشمهندس في جزء تاني في نفس المثال بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك والله مش هي المايه ماشيه كده؟ ايه رايك لو المايه مشيت كده؟ بقى صادن ايه؟ بقى صادن كونتراكشن، صح كده؟ بالظبط. بس انت الفكره كلها ان انت لازم تجيب الاريا كونتراكشن. فهو مديني سي سي، فاضرب بس السي سي في الاريا الصغيره، جبت الاريا كونتراكشن. وبعد كده تجيب الهيد لوسز
فيلوسيتي كونتراكشن از فيلوسيتي 2 سكوير على ايه؟ على 2 جي. جبت الهيد لوسز. بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الهيد لوسز اللي حصلت نتيجه النقطه من اول اريا كونتراكشن لحد هنا بتساوي 85% من التوتال انرجي لوس من النقطه دي للنقطه دي. فهو عاوز الهيد لوس توتال. مش انا جبت هيد لوس هنا بس هضربها في 1 على 0.85 جبت كله او اسمع 85% بس كده. انا جبت الايه؟ الهيد لوس توتال بس كده. في مشكله دلوقتي؟ تعرف تجيب الدلتا بريشر في الحوار ده؟ هقول عند النقطه دي والنقطه دي هطبق طبعا. الله ينور عليك. وبعد كده بس كده. صورت يا باشا؟ صور اللي عايز يصور. حتى هذه اللحظه انا كده خلصت شابتر ايه؟ 5 اللي شرحت فيه ايه يا باشمهندس بقى؟ تعالى من الاول خالص. انا شرحت مومنتم ايكويشن، بعد كده شرحت اول ابلكيشن كان عباره عن ايه؟ الفلاب بليد صح. والفلاب بليد بتاعي يا اما كان يبقى فيكسد يا اما موفنج يا اما سيريس اوف فلاب بليدز. بعد كده دخلت على ثاني ابلكيشن كان عباره عن ايه؟ الكيرف بليد. نفس الكلام، يا اما يبقى فيكسد يا اما يبقى موفنج يا اما سيريس اوف الكيرف بليدز. قلت لك ان الافشنسي في حاله الكيرف بليدز كانت بتساوي الماكسيمم كام؟ 50%. كيرف بليدز 98% والثيتا كانت بكام؟ 165 درجه. بعد كده دخلت على ثالث ابلكيشن هو عباره عن الايه؟ البنز اللي هو الكوع. وبدات نشوف ان السيجما الفورس، بدانا ندخل بس البريشر في الموضوع ونشوف الدنيا معايا ماشيه ازاي وحاليا كل الامثله عليها. بعد كده دخلت لك في ابلكيشن رابع اسمه السلايس جيتس اللي هو الجيت بتاعتي. وبعد كده دخلت لك في اللوسز بتوين الكونتراكشن والايه؟ والانلارجمنت. وبكده يا باشمهندس يبقى انت خلصت شابتر 5. تعالى بقى هنوقف الفيديو لحد هنا. ما توقفش فيديو يعني ايه؟ وقفه لحد هنا كده، هنوقفه ونبدا بقى نخش على الفاينل الاكزامبل بتاعنا. الناس اللي بتتفرج